القصة بتبدأ لما بنت اسمها سوجين كانت ماشية وبتتمطوح ومش حاسة بنفسها لأن العصير اللي شربته كان فيه كحول. هي ماشية كانت هتتكفي على جوزها، لكن راجل طويل عريض بكتاف تملى الدنيا خبطت فيه ومسكها وقال لها احذري، وهي بصت على وشه من هنا ونعست من هنا وقالت له انت وسيم جدا، ومسكته من كرافتته وسحبته لأوضة النوم فجأة، وكانت بتمارس عليه حيل أنثوية قذرة. فقال لها هل تدركين ماذا تفعلين؟ ردت عليه مبتسمة انا اهتم بك الا ترى ذلك. وجوه غرفة الفندق في الصبح صحيت سوجين وراسها بتوجعها قوي، وسمعت صوت شخص بيستحمى في الحمام، فاتفاجئت وقالت لماذا انا هنا وفي راجل كمان؟ حست بالتعجب والخجل، قالت ماذا حدث؟ اتذكر فقط بالامس حضرت حفل عيد ميلاد احد اصدقائي وشربت، وبما انني لا اتحمل المشروب كأس واحد كان يكفي الى الفوضى. وبعد كده افتكرت النيله اللي هي هببتها لما اتخبطت في راجل وسيم وقالت له كده. بعدها قالت له لديك بنية جسد رائعة، قال لها احذري انت تلعبين بالنار. راحت هي بسيته يعني بحب اتلسع. في اللحظه دي ظهرت نواياها الخبيثه اتجاه الرجل الوسيم، وهو ما كانش عارف بيحصل ايه فيه. نواياها الخبيثه دي اتحققت اخر الليل بينهم. بعد افتكرت الحاجات دي وحست ازاي انا عملت كده، احتاج المغادره بسرعه. لكن قبل ما تخلص دور اللعب انها شريفه خرج عليها الراجل اللي كان فار تجارب ليها امبارح، فهي استخبت تحت السرير وبصت عليه بعين قلقه، فقال لها هل استيقظتي؟ يا سبحان الله على حظهم، كان الراجل فتيل العضلات وسيم وريز اتحاد هوهو، يعني اغنى راجل في الصين، والحظ ده ما بيجيش الا بطلات المنهى الصينيه بس. كملت في دور الشريفه واستخبت تحت البطاريه وقالت له لا تاتي الى هنا، طب انت لابسه هدومك. هو تجاهل العبط بتاعها وبص لها ببرود وهو بيكتب حاجه، وبعد كده قدم لها الشيك وقال لها مهاراتك فظيعه، ولكن بما انك قمت بتسليتي طوال الليل هذه هي دفعتك يا قذر. طبعا فضلت وقت تستوعب هو بيقول لها ايه، فبص عليها بانزعاج وقال لها هل هو قليل جدا؟ طبعا هي ما استحملتش قله الادب دي وخدت شنطتها وقالت له مهاراتك سيئه للغايه، ولكن بما انك قضيت الليله باكملها معي فهذا هو اجرك مقابل النوم معي. ورمت له جنيه معفن مصدي على الارض. هو اتفاجئ طبعا وقال جوه نفسه يا انها مختلفه، وهي بصت له بعزم وغضب وسابته ومشيت وقفلت الباب جامد. فضلت تصرخ مع نفسها هكذا فقدت مرتي الاولى حتى انه ظن انني ابيع نفسي، لكن لحسن الحظ انني لست ضعيفه لذا تمكنت من التغيير الوضع. طبعا هو مسك الشيك ده وابتسم وقال لقد نجحت في جذب انتباهي. مرام الشيك، انت ممكن كنت تدي الشيك ده لواحده بتلخص منهوات في قاره فقيره اسمها افريقيا. بطلتنا بقى فضلت ماشيه ناحيه البسين وهي بتفكر الشرب يفسد الامور حقا، ما زلت مضطره للذهاب الى المستشفى لدفع تكاليف علاجي اخي الصغير اليوم. وهي سرحانه في تفكيرها شخص نادى عليها من وراها لها سوجين وقام دفعها نحو الميه، فقالت من؟ ظهرت واحدة كأنها ممثلة ولابسة فستان سكشي وقالت لها أختي أنت مهملة جدا، كيف سقطتي في المسبح؟ اتضح إن دي أخت سوجين غير الشقيقة من نفس الأب. زمايلها فضلوا يضحكوا عليها، واختها العقربة مدت لها إيديها وقالت لها أختي أمسكي بيدي بسرعة وسأرفعك إلى أعلى. كانت بتبتسم بخبث. كان سوجين قررت ترد لها الأمر ومسكت إيديها وجرتها ناحية المية وخلتها تغرق معاها في البسين. اكتفتش بكده بس، مسكت راسها وغطستها في مية البسين وقعدت تقول للتانية ساعدوني ساعدوني، وهي أختها ابتسمت بخبث. فرفعت سوجين راسها والتانية فضلت تكح وقالت لها أنت كيف؟ ابتسمت لها سوجين وقالت لها لقد سلبت أنفاسك شيئا فشيئا، كيف كان شعورك وأنت تفرغين رئتك من الهواء؟ إنه ممتع أليس كذلك؟ مدير أعمالها نادى عليه وقال لها تشونغ وان ما الغد بأسرعي واخرجي، لكن سوجين كانت ماسكة شعرها الأحمر وتشده منها، واختها العقربة قالت لها سوجين ماذا تريدي؟ ردت عليها لا تتوتري كثيرا، لا أريد شيء، أريد فقط أن أقدم لك تذكارا وديا. بعدها سوجين اختفى المرح من صوتها وقالت لها لا تلعبي مثل هذه الحيل المملة والطفولية في المستقبل، إذا كان هناك مرة أخرى قد لا أترك يدي بسهولة. وسابتها ومشيت. العقربة مشاعر أحمر ضغطت على أسنانها. سوجين انتظري وشاهدي هذا لم ينتهي بعد. سوجين ماشية في الفندق وكله بيركز عليها بيقول واو إنها جميلة، هل هي مشهورة؟ كانت ماشية وهي مبلولة شكلها زي الجرو المبلول، وقالت أشعر بالبرد، لكن فجأة فارس الأحلام غطاها بجاكيته وقالت حزب طبعا البطل بتاعنا يظهر وقال لها اذا كنت تريدين منهم ان يروا كل شيء لا تترددي في رفض سترتي. قال لها كده انبسط هو على كل شيء، فخبت هي جسمها بالجاكيت وقالت له شكرا لك على الستره، ساعدها لك في المره القادمه التي نلتقي بها. هو طلع جنتلمان وقال لها الى اين انت ذاهبه؟ ساوصلك الى هناك. كانت هتوافق بس افتكرت تصرفاتها الشنيعه بالامس وقالت لا شكرا لك ولكن لا باس. قالت له الى اللقاء وكانت هتمشي، لكن هو شد دراعها ناحيته، مسك دقنها وبيمسح على شفايفها وقالت له ماذا تفعل؟ مسح قرب شفايفها وقال لها رائحتك تجعلني اشعر بالقلق، تقومي باغرائي باستمرار. هي انكرت الكلام ده وقالت له كنت سامله الليله الماضيه، وبما اننا بالغين فلن اعلق على ذلك ولا يجب عليك ذلك ايضا، اعتقد انه من الافضل الا نتدخل اكثر من ذلك حسنا. قالت كده دفعته عنها بقوه وقالت له لدي شيء يجب ان اهتم به لذا ساغادر اولا وداعا. وقبل ما تمشي قالت له بعد ان فكرت في الامر بما يكون من الافضل الا نلتقي مره اخرى ابدا. خلصت كلامها وفلسعت من قدامه وفضل مستغرب مالها دي. بعد كده ابتسم، اذا لقبها هو سو، يا لها من صدفه.
التاكسي وقالت له خدني للمستشفى، وكان قلبها بينبض قوي وهي مش عارفه ليه. لما راحت المستشفى كانت عايزه تدفع مصاريف اخوها، لكن الموظفه قالت لها ان البطاقه بتاعتك البنكيه واقفه. قالت لها جربي مره ثانيه. قالت لها انا اسفه لكن هذه البطاقه ليس بها اموال. فقررت تروح تسحب كاش لكن لقت رصيدها 9 جنيه. بقيت اغنى من البطله. بتفكر مع نفسها ان جدها هو اللي كان بيوفر لها الاموال دي كل شهر، ولازم ان هي تشتري دواء سرطان الدم كل يوم لاخوها، ولو توقف عن العلاج بتاعه لا قدر الله ممكن يموت. ساعتها حست بالغضب لان باباها هو اللي وقف البطاقه. راحت له البيت وهي بتصرخ ابي. الخادمه حاولت توقفها وقالت لها ان هو عنده ضيوف دلوقتي وان هي ما ينفعش تخش. تجاهلت سوجين الكلام ده وكانت هتمشي، لكن وقفت قدامها شخص ما، وهذه هي زوجة الاب اللعينه، ومنعتها من الدخول وقالت لها اللي هو عنده ضيوف دلوقتي وروحوا يلا اوضتك. سوجين قالت لها لا ابتعدي عن طريقي، لدي امر مهم اريد مناقشته مع والدي. اتعصبت مرات ابوها قالت لها مهما كان الامر انتظري حتى ينتهي والدك واخبريه حينها، اذهبي بعيدا وتوقفي عن جعل نفسك حمقاء هنا. تسلم سوجين بخبز. قال تعتقدين انك تستطيعين منعي من الدخول؟ زوجة الحب الحقيره دي اسمها سوسو، وغضبت جدا من كلام سوجين ورفعت ايديها عشان تضربها بالقلم وقالت لها ايتها الحقيره هذا السلوك. سوجين مسكت ايد سوسو بقوه قالت لها فقط حاولي ضربي انا اتحداكي. غضبت سوسو جدا وقالت لها ايتها الحقيره البائسه اتمنى ان تطعني 1000 مره ثم تصعقك الصاعقه، ماذا تفعلي؟ دعيني. ايه دعوات اخويا الصغير دي؟ في صوت الخناقه دي خرج الاب قال لهم انتوا مش عارفين ان عندي ضيوف في الاوضه؟ وقال لبنته كم هو غير لائق منك ان تتسببي مثل هذه الضجه هنا. فضلت الحربايه تشنط وتقول عزيزي لقد اوضحت لها بالفعل انك ستقابل ضيفا وهي لم تسمع الكلام. قطعتها سوجين وقالت له ابي هل انت من اوقفت نفقات المعيشه التي اتلقاها من المؤسسه؟ احتاج هذا المال لدفع تكاليف علاج اخي الصغير. رد عليها الاب بغضب ما علاقه هذا الطفل اللي لقيته بي؟ لقد انجبته والدتك بعد زواجها مره اخرى، فلماذا يجب ان اهتم سواء اذا كان عاش او مات؟ اما انت فقد تخرجت بالفعل واصبحت قادره على اعاله نفسك. لتحفيزك على العمل الجاد ومنعك من اهدار حياتك لقد قررت تعليق بعض المعيشه الخاصه بك. هذا مثال على عقوق الاب. هي قالت له لا احتاج منك ان تهتم بحياتي، اريد فقط ما ينتمي لي حقا. جت الحبايه نمبر 2 اللي هي بنتها وقالت لها ماذا يحدث يا اختي؟ لدينا ضيوف، اذا راوك تثيرين ضجه هكذا فسيجلب العار لعائلتنا. بمدح في بنته على الاقل تشونغون عاقله، كفايه اسمها عاقله ايه بس. واتحد الاب مع بنته الحربايه وقال لها لا تناقشيني في الامر، لن اغير قراري. كملت وقالت لها تتوقف المؤسسه عن اصدار نفقات معيشتك من الان فصاعدا، سيظل الامر على هذا النحو حتى تتغيري. اتفاجئت سوجين من الكلام ده وقالت له ابي، لكن البت عملت نفسها اللي من الصراخ ده الشاي وقع وقالت بصت بخبث ناحيه سوجين عايزه الشاي يحرقها، لكن هي استخدمت الدرع المنيع الجاكيت بتاع حبيبها المستقبلي عشان تحمي نفسها من الشاي الساخن. اختها الحربايه حاولت تبرر وقالت لها اسفه اختي لقد انزلقت يدي للتو ولم يكن عن ذلك عن قصد، لكن للاسف بعض من الشاي الساخن انزلق على يدها. بتسمع صوت رجولي بيقول سريعا احضروا كريم الحروق الى هنا. اتفتحت عينيها انت. فجاه ظهر بطلنا المغوار وقالت له ما الذي تفعله هنا؟ مسك ايديها المحروقه وبص لعائلتها بانزعاج. الم تسمعوني؟ احضروا كريم الحروق. سوجين بص على الراجل اللي دخل فجأة كده ومش عارفة جه من فين. راحت اختها قالت لها يا اختي سامحيني لم افعل ذلك عمدا. بصت لها سوجين سواء كان مقصودا او لا انت فقط من يعرف هذا. الثانية حاولت تتمسكن اكتر قالت لها اختي انا حقا لم افعل ذلك عن قصد، اذا كنت لا تصدقيني يمكنك ضربي. ودي ما صدقت، مسكتها لطشتها بالقلم. احسن انا ابوها وامها ما استحملوش وفضلوا يهزقوا سوجين. قال لها ازاي تعملي كده وتضربي اختك؟ انت انسانه ولا حيوانه؟ وابوها قال لها توقفي عن كونك طفوليه. سوجين قالت لهم هي اللي قالت لي اضربيني، لقد فعلت فقط ما ارادته هي. طب جوه نفسه قال this is my girl. سوجين رجعت لموضوع الفلوس بعد كده قالت لابوها انا عايزه الفلوس، انا محتاجاها، لن ابقى صامته ولكن هذا ضروري، ساتخذ الاجراء القانوني. هنا مرات الاب اتخضت وقالت له سيدي انظر الى ابنتك الطيبه التي انجبتها انها تريد مقايدتك، ارفع ايديها على الست دي كمان. ابوها اهتز وقال لها انت طفله لئيمه وبعمل كده عشان مصلحتك، طيب خدي فلوس الشهر ده لكن الشهر الجديد مش هتكوني ليكي عندي ولا مليم ولازم تبقي مستقله. هي ما رضتش عليه وخلعت الجاكيت وادته له. قالت له اسفه لقد اتخذ المعطف، ساقوم بتنظيفه واعداده. ليشين فضل يبص عليها بعيونه وهي ماشيه. بعد كده الاب حاول يلطف الجو وقال له سيد هو هل تعرف ابنتي سوجين؟ ليشين قال له نعم نحن اصدقاء مقربون. الخادمه جت وجابت له مرهم الحروق فهو استاذن منهم ومشي ورا سوجين. اختها اتعصبت. سوجين ايتها الباغيه لا تظني ان مجرد نومك مع السيد هون سوف يكون ملكك، من الطفوله الى البلوغ لا يوجد شيء لا استطيع الحصول عليه طالما اريده. شين قرر يروح لسوجين وخبط عليها الباب، ولما اتفتحت هي اتفاجئت من وجوده وقالت له ماذا تريد ان تفعل؟ اداها المرهم بتاع الحروق قال لها انت في منزلك، ماذا يمكن ان افعل ايضا؟ مدت ايديها ليه وقالت له فقط اعطيني مرهم الحروق. قال لها دعيني اساعدك. لما رفضت مد ايديه وحاصرها بين جسمه والحيطه، فهي حست بالقلق وقالت له هل كنت شخصا تحب التحكم بالاخرين؟ مسك خصرها وشده منها ناحيته وقال لها هذا على حسب الشخص الذي امامي. مسك دقنها ورفعه وبص لها بعيون جميله وقال لها ينبغي ان يكون شرفا لك. هي اتعصبت وقالت له انت
اما هو شايلها بين دراعاته زي العروسه، وقالت له دعني اذهب ايها الوغد دعني اذهب. هو حطها على الاريكه وقالت له ماذا تفعل؟ قرب منها. ماذا تعتقد انني اريد ان افعل؟ عايزه عقد فيه وقالت له ايها الوغد لا تفسد الامر، لقد حذرتك بالفعل، سوف اكون وقحه معك. هو ضحك بصدمه وقال لها ماذا؟ انا حقا اكره كونك وقحه معي. هي اتفاجئت من كلامه وبعد كده بعد عنها وحط لها المرهم على جروحها. فضل يضمد في جرح الحرق بتاعها وهي بصت له بعيون خجوله. يا الهي، هذا الوحش الذهبي وسيم حقا عندما يكون جادا. مين اللي كان بيتصنت عليهم؟ اختها. بتغاظه، لماذا السيد هو هنا؟ لابد ان اصبح انا زوجته. نايمه تشين على السرير ومسح على خدها وقال لها بعد ليله متعبه يجب ان تشعري بالنعاس، لذا احصلي على قسط كافي من الراحه. قبل ما تقول اي حاجه قال لها ساذهب لان هناك عمل في المكتب. فرحت وقالت له نعم العمل مهم. بحلق فيها ببرود شويه وبعد كده سابها ومشي. هي حست براحه مؤقته ساعتها لان هو لفلها مره تاني وقال لها هولي شين هذا اسمي. هي استغربت وقالت له هولي شين اسم مألوف جدا، لقد سمعت الاسم من قبل. بعد ما مشي فضلت تحاول تفتكر الاسم لغايه ما افتكرته. قالت يا الهي، الرجل الذي نمت معه الليله الماضيه اتضح انه وريث مجموعه هو. يا شفت الحظ. بعديها باباها بعت لها الفلوس على حسابها البنكي فارتاحت شويه عشان هتقدر تدفع مصاريف اخوها، لكن الفلوس دي مش هتكفي الشهر الجاي، ففكرت تعمل ايه وما تخسرش قدام عيلتها الحقيره. ثاني يوم كانت سوجين ماشيه في الطرق فباباها قال لها جون هون انت والسيد هو. هي ابتسمت قالت له اوه ليس لدي اي علاقه معه، اذا كنت اريد استغلال العلاقه لارضائها فانسى الامر. فتحمق قال لها كيف تتحدثين مع والدك بهذا الشكل؟ والدك يهتم بك. طنشته وهي بتمشي قالت له ابي انا مسروره جدا، اعتقدت ان كلمه الرعايه ليست موجوده في قاموسك. راحت المستشفى، الدكتوره قالت لها ان هي وجدت متبرع لاخوها بس تكلفه العمليه هتكون غاليه جدا جدا وان العمليه لازم اخرها الشهر الجاي ولازم تسرع في الامر. فبصت على اخوها بحزن، حست انه خلاص هيضيع منها، لكن فضلت تقول لاخوها شاويون من فضلك تحلى بالصبر اللحظه دي مسكت موبايلها واتصلت على حد وقالت له من فضلك رتب لي موعدا اعمى. اذا كان الهدف هو الزواج، اذا وقع في حب شخص ما فيمكنها الحصول على شهاده زواج. فكر ان ابوها كان عايز يجوزها وقال لها هديكي ميراث جدي، فقالت خلاص انا هتجوز. 3 ايام راحت للمقهى وفضلت تستنى عريس الغفله ده. فجه قدامه وقال لها انسى سو اسمي يانج. كان راجل لابس نظاره وشكله محترم. قعد العريس قدامها وفضل يقول لها انت احلى من الصور وبشرتك بيضه وده بيعجبني، وفضل يعلق على كلمه انت جميله واحلى من المشهورين حتى. فهي زهقت وقالت له سيدي يجب ان تكون واضحا جدا بشان متطلباتي. في الوقت ده مين كان بيراقبهم بعبوس؟ ايوه لتشين. الراجل الناطح قال لها عائلتي لديها منزل هتعيشي معانا فيه، ده واحد. وقال لها انا لو اتجوزتك هتشتغلي معايا، ده 2. ثالثا المهر العروسه اللي بتدفعه في الصين مش العكس. فقال لها المهر اللي هاخده منك هو اسهم في شركه عائلتي والفلوس دي هستخدمها في اعمالي. او هزم الراجل اللي خرج مع رضوى الشربيني وما سكتش على كده وقال لها ابويا ما عندهوش شغل انت هتساعديه بمؤسستك. وقال لها عربيتي قديمه وانت عيلتك غنيه هتشتري لي عربيه جديده ومليون جنيه كمان. وهي سالته اي طلبات اخرى؟ عائلتنا تقليديه جدا لذا اتمنى ان يكون لدينا ولدان على الاقل. وهي سالته ماذا لو كان لدينا العديد من الفتيات؟ تخيلوا ارض قال ايه؟ بالطبع سوف نستمر في الانجاب، تخلف زي الارانب لغايه ما تجيب الواد. لها لن نسمح للعائله بالانقراض في جيلنا. مامتها تفقع زينا وقالت له هل رايك في النساء باعتبارهن خنزيرات اناث؟ صرخت عليه لقد اكلت للتو بعض الفول السوداني وبدات تتحدث ببعض الهراء. ايها اللعين اخرج من هنا. خلصت كلامها رمت عينيها لورا لقت لتشين واقف. كيف يمكن يكون هنا؟ كم سمع مما قاله السيد؟ هذا محرج للغايه، اريد ان احفر حفره وادفن نفسي. بعد ما بيظهر في كل حته كده لازم تتاكدي اذا كان شبح الاول ولا لا. لتشين بقى قرر يعيش في دور الحبيب وقال لها حبيبتي انها مصادفه حقيقيه، هل تمانعي اذا جلست بجانبك؟ كان بيمسح على راسها زي الجرو. هي من الصدمه تفت القهوه على الراجل اللي كان عايز ياخد عبده دي. قالت له عذرا لم اقصد ذلك. عريس اتنرفز وقال لها انت وقحه جدا، من هو؟ ما هي علاقتك به؟ لماذا دعاكي حبيبتي؟ لتشين كان مبسوط وهي بصت له لا اعرفه. مسح الراجل وشه من التفافه وقال لها انت سيد هو؟ وبعد ما كان عايز يتخانق مع الراجل اتحول لكلب بيلحس فيه وقال له انا معجب بك وباعمالك، وفضل يمدح لكن ايديه الممدوده دي كان مصيرها التجاهل من لتشين. فرتاني راح بصع له الكرسي وقال له اوه انظر الى هذا السيد هو، من فضلك اجلس. منادي على النادل وقال له اسرع، اتضح ان السيد هو صديقان مع سوجين، اصدقائها هم اصدقائي. وهي بصت له قالت له عذرا نحن لسنا اصدقاء. تتكلم لقت لتشين مد رجليه من تحت الترابيزه لمسها وهي افتكرت ان العريس هو اللي عمل كده وقالت ياه هذا المنحرف. تشين بكل هدوء قال انها تحب المزاح فقط، بفضل علاقتنا العميقه نحن اكثر من مجرد اصدقاء. هنا الراجل عديم الكرامه قاعد يقول جيد انسى سو انا موافق على الزواج منك، هيا نكتب شهاده الزواج. الوقت ده رجل لتشين كانت بتطلع فوق سيكا. هي قامت مخضوضه ضربت الترابيزه وقالت له توقف منحرف. كان افتكر اللي هي بتقوله الكلام ده قال لها انسه سو حقا اريد الزواج منك، انا لست منحرفا. هي اتعصبت من كلامه وقالت له هل انت جاد؟ لكنت تريد سرقه ممتلكاتي للتو، عايز عربيه
وبيت واطفال، شايفني ايه؟ طالما انت عايز تعيش على قفا الستات روح شوف لك واحده غنيه، انا فقيره. هي بتقول كده كان لتشين قاعد يتمزج من الكلام اللي بتقوله. لما طردت العريس حس بانبساط اكتر واكتر. العريس قاوح معاها وقال لها: أنسة سو، الآن أصبح الرجال والنساء متساويين، تريدين الزواج بي ولا تريدين الدفع؟ تودين فقط أن أكون جهاز صرافة لك؟ لديك جسد سيء، لا أريدك حتى لو أعطيتيني نفسك، أنت تستحقين أن تكوني غير متزوجة. طبعا رفع ضغطها ومسكت كوباية الشاي ودلهشتها في وشه. يا وقح، أنت مثل الكلب الذي ينبح. قال لها: يا لعينة، لقد وصفتني بالكلب في وجهي. قالت له: سوف أحفر هذا على قبرك أيضا. جو البطلات القوية. فضل ينبح وقال لها: البدلة دي انت عارفاها بكام؟ لازم تعوضيني على الملابس اللي انت افسدتيها دي. فقالت له: ابتعد عني. وكانت هتمشي لكن هو انزعج وكان هيجري وراها، لكن لتشين مسك كتفه وقال له: كم عدد الأرواح التي لدي؟ هل تجرؤ على توبيخ امرأتي؟ رد الرجل وقال له: يا إلهي، هل هي امرأتك؟ لم أكن أعلم أنها امرأتك، أرجوك سامحني، هذا يؤلمني. قلت له لتشين بعيون مظلمة وقال له: إذا تجرأت على توبيخها مرة أخرى سأقطع لسانك، تذكر ذلك. وقام رماه على الأرض. في الثاني قال له: لن أجرؤ على ذلك. اتصلت بقى على اللي جابت لها الراجل القذر ده، قالت لها: يا إلهي، كيف تقدميني لشخص مثل هذا؟ أتريدين أن تضعيني في ورطة؟ قالت الجواز اللي هي طلبت منها حاولت تعتذر منها وقالت لها: استني اشوف لك راجل تاني. بس سوجين حست بالتعب وقفلت المكالمه وفضلت ماشيه، لكن حست ان في شخص بيتبعها. افتكرت اللي هو عايز يسرقها ومسكت شنطتها بقوه، لكن ليشين مسك ايديها وقال لها: ليلة واحدة من الحب هي 100 يوم من النعمة، كيف تتعاملي هكذا مع شخص يحبك؟ هي اتخضت وقالت له: هو ليشين. بعد كده قالت له: هل انت مريض؟ تستمر في متابعتي مثل الشبح؟ ماذا تريد؟ ابتسم لها وقال لها: كنت اعاني من الارق لمدة 3 ايام متتالية. قالت له: انا مالي يعني بالموضوع ده. حشرها في الحيطة وقال لها: بالطبع هذا ليس من شأنك، اريد تعويضا عن الضرر الذي لحق بي. غمضت عينيها وقالت له: ليس لدي شيء، ابتعد. دقنها لف ناحيتها واداها بوبو صغنططة. هي حست بالخجل انه وهو عشان يثبت لها حسن النية مسك ايديها وحطها على قلبه اللي بينبض بقوه. كان عايز يوريها ان هو متاثر بيها، لكن هي افتكرت ان هو غضبان عشان كده قلبه بينبض بسرعه. الولد الخلبوس ما قطعش البوسه لغايه ما نفسها كان هيتقطع. لان بنتنا شريفه تفضل طول عمرها شريفه، لفت ايديها حوالين رقبته وبسته هي كمان. تفكر قبلته مثل السم الممزوج بالعسل. وفضلوا في الزقاق يعملوا الفاحشه. فالولد قال له: امي انظري ماذا يفعل العم والعمه. الولد ما تبصش. قال لها: ليه؟ في الوقت ده سمعوا هما الكلام ده وبعدوا عن بعض. وقالت: كم هذا محرج. هو ما تأثرش وفضل لازق فيها لغايه ما عضته هي من شفايفه، فبعد وقال لها: هذا. بصت عليه والدموع في عينيها: هو ليشين، لقد شاهدنا المرين، هو ده اللي همك؟ مسك ايديها وكان عايز يشدها ناحيته، لكن هي دفعت ايديه وقالت له: احمق، وجريت وهي بتعيط. حط ايده على شفايفه وقال لها: سوجين، انت المرأة التي احبها. حط ايده في جيوبه ومشي وهو مبتسم بخبث. هل تعتقدين انك تستطيعين الهروب مني؟ بعد ما سوجين لقت مفيش فايدة من الجواز والرجالة خايبة، قررت: انا هشتغل. وراحت تشتغل في مالها ليلي. ما شاء الله عليك يا بنت. صاحبتها اللي شغالة معاها قالت لها: تفضلي، يرجى تسليم النبيذ الى الغرفة 606. قالت لها: اللي في الأوضة جوه دول البنك المركزي كله، اشخاص اثرياء. قالت لها: شكرا لك اختي. جوه نفسها الاخت هي شخص لطيف للغاية، مع العلم انني اتيت للعمل في الملهى الليلي بسبب مرض اخي. خبطت الباب ودخلت وقالت: لقد وصل مشروبكم. دخلت الاوضه كان كل الهرج والمرج موجود، اغاني وستات وقله ادب. حطت ايديها على مناخيرها: رائحه السجاير والمشروب قويه، من الافضل ان اضع النبيذه وارحل. حطت المشروب على الطاوله وفجاه لقيت حد بيحضنها من ورا. اتخضت واديته بكحه في بطنه. هو صرخ وقال: هل انت جديده هنا؟ الم تعلمي من انا؟ هل تريدين ان تطردي اليوم؟ الست قالت له: انا اسفه، لم اقصد، اعتذر عن ذلك. وفجاه مين ظهر وقالت لها: ما الذي فعلتيه للسيد الشاب؟ اختها. هل تعتقدين ان الموضوع سينتهي بقول اسفه؟ بصت لهم سوجين بحقد. بعد كده قالت: سيدي، ماذا تريد؟ ابتسم لها بخبز. ماذا اريد؟ خرج من محفظته الفلوس ورماها في وشها وقال لها: لقد اسقطت اموالي على الارض، يجب عليك مساعدتي في التقاطها واحدة تلو الاخرى، بخلاف ذلك لا يمكنك حتى التفكير في الخروج من هذا الباب. فضلت بصلهم بجمود، واختها قعدت تضحك وتقول: كما انك لا يجب ان تلتقطيهم بيدك وانت راكعه على الارض مثل كلب يحمل عظمه، التقطيهم بفمك واحده تلو الاخرى. وصرخوا عليها وقال لها: اركعي بسرعه والتقطي الاموال. وكانت الحقيره متجهزه تليفونها عشان تصورها. قالت لها: اللعينه، لن تهربي مني اليوم. كانت سوجين متجمده مكانها. يبدو انه اذا لم يتم فعل اي شيء ليس هناك فرصه للهروب بامان الليله. ففجاه قررت تخطف التليفون من ايد اختها وقالت لها: هاتي هاتفي. رفعت سوجين التليفون وقالت: لا تاتي الى هنا والا ساتصل بالشرطه. قالت لها: ايتها اللعينه، اعطيني الهاتف. كسرت سوجين الكاسه وقالت: لو قربت مني هغرزه في رقبتك. الكل اندهش واتصدم. فرفعت التليفون وقالت: انتم جميعا ساده وسيدات شباب نبلاء، لكني لا اخاف من الموت ابدا، اذا كنتم لا تصدقوا تعالوا وجربوا. وبصت لهم بنظره حاده. قعدت اختها تقول لهم: لقد كانت تتحدث فقط ولن تجرؤ على فعل شيء، اذهب للقبض عليها بسرعه واضربها حتى الموت. فسوجين قالت لها: تعتقدين ذلك؟ اذا تعالي. وكانت بتتصل بالشرطه. صاحبها مسك ايديها وقال لها: سو تشينغون، انت من تصرخ باعلى صوت، اذهبي واعيدي هاتفك. وبعد كده لطشها ورماها من ايده. فتاة عديمه الفائده. اتعصب وقال:
لا احد منكم مفيد، لا تدعوني اراكم مره اخرى. قال كده وخد صحابه ومشيوا. سوجين قالت لها هاي سو، خذي هاتفك واذهبي بعيدا. حطت سو ايديها على وشها. سوجين لا تكوني راضية، عاجلا أم آجلا سأتخلص منك. ردت على سوجين بسخرية أنتظرك. بعد ما مشيت عادت سوجين بتعب. لقد خفت كثيرا، لديهم الكثير من القوة، لذا سأعاني بالتأكيد من الخسارة إذا كانوا أقوياء. يجب أن أخبر الأخت شيا لاحقا لأنها على الأرجح ستواجه مشكلة. اللحظة دي فتح الباب وهي بقت حذرة من جديد. مين اللي دخل؟ لي تشينج. فتوسعت عينيها بتفاجؤ. وقفوا قصاد بعض وهي كانت بتصرخ جوه نفسها يا إلهي أقابله دائما عندما أكون في موقف محرج، يا له من مصير سيء. قرب منها كوشه هادي جدا فهي اتفاجئت. بعدها قعدها على الكنبة. قالت له ماذا تريد أن تفعل؟ ابتسم لها. كوني بخير، إني أرى لماذا تعملي في مثل هذا المكان الخطير. مسح على وشها بلطف وكان قلقان عليها. هي بعدت وشها وقالت له لأنني أحتاج المال، غير ذلك من سيرد العمل هنا؟ قرب منها وحضنها. أنت تعاني من نقص المال؟ لماذا لم تأخذي مالي؟ بعدها وهي بتقول له ماذا تعتقدني لكي أخذ منك المال؟ ضايق من كلامها وفضل باصص لها بحده وهو بيقول جوه نفسه يا إلهي إنها عنيدة، لكن إن كان هذا ممكنا قرر ويقول لها دعينا نعقد صفقة، سأعطيك المال وابقي معي لمدة شهر. يا قذر. هي تعصبت وقالت له تقصد هل تريد أن تشتريني كلعبتك؟ هو كمل أنت بحاجة إلى المال وأنا بحاجة إليك، أنا أعتني باحتياجاتك المادية وأنت تعتنين باحتياجاتي الجسدية. هي سوجين حتى العوض طلع قذر. قال لها كده وفضل يفكر مع نفسه لا أستطيع السيطرة على هذه المرأة، سيستغرق الأمر شهرا واحدا فقط حتى أتعب منها، ثم لن تكون هناك حاجة للتسبب في أي مشكلة بسببها. ده هياخد اللي عايزه ويزهق منها ويرميها بعد شهر. هي اتصدمت من كلامه وقالت له في عيون الأغنياء هل تعتقد أنك طالما لديك المال يمكنك شراء أي شيء؟ لا بحدة، أليس هو كذلك؟ كده وفكر في نفسه حتى غضبه هو أمر مثير للغاية. لابد أنني مريض. ما قدرش يسيطر على نفسه وقرب منها عشان يبوسها، لكن هي لطشته بالقلم بقوة. حط إيده على خده وبصلها بحدة وهي استوعبت اللي حصل. بعد كده قالت له لن تنتظر مني الاعتذار. مسك دقنها وقال لها هل تريدين أن تموتي؟ بحلق عليها بعين حادة وقال لها يا إلهي اخرجي من هنا حالا. سابها تمشي عشان ما قدرش يسيطر على غضبه وهي مشيت. يا إلهي أخافني حتى الموت، شخص متمرد مثله لم يتعرض للضرب من قبل، أليس كذلك؟ قد أغضبته للغاية. حطت إيديها على قلبها واتنهدت. لكن من طلب منها أن يهين شخصيتي هو من بدأ كل هذا. لا يهم، دعينا نركز على عملنا. بتشتغل واثناء كده سمعت زمايلها بيقولوا اوه اخيرا اصبح السيد هو منفتحا على النساء ومتحمس لهم. التانية قالت لها اليس السيد هو زاهد؟ كيف يمكن ان يصبح مهتم بالنساء؟ اتفاجئت سوجين وقالت لهم ما الذي تتحدثون عنه؟ جاوبتها واحده الا تعلمي طلب السيد هو من المديره العثور على النساء لاطعامه. راحت سوجين قالت لهم اي سيد هو؟ جاوبتها الثانيه هو ليشين. ساقت سوجين هو ليشين؟ منهم خبطت على كتفها وقالت لها هل شيو غير سعيدة لأنه لم يختارها؟ لا بأس، إنه يبحث عن 10 هذه المرة، ربما 20 في المرة القادمة. تبدين رائعة، سيتم اختيارك بالتأكيد. بعدت سوجين كتفها وقالت حتى لو مات كل رجال العالم فلن أقع في حبه. قرف. عندها حق صراحة. سابتهم ومشيت وهي بتفكر لعين أعلم أنه لا توجد أشياء جيدة في الرجال. أثناء كده لقت أختها ماشية مع راجل وداخلة مع الأسانسير، فقالت ماذا تفعل سو هنا؟ كان الراجل مخمور. هذا الراجل يبدو أنني رأيته في مكان ما. حطته سو على السرير وقالت إنه ثقيل للغاية. كان الراجل فقد وعيه تقريبا وهي سحبت محفظته وبصت على البطاقة بتاعته وقالت حتى لو لم تكن ابنا شرعيا بالتأكيد ستساعدني في المستقبل، كم أنا محظوظة. بتفتش في جيوبه وقعت ورقة على الأرض، فبصت على الورقة بتحقير. إيصال نجاح عملية التبرع بنخاع العظم، كما هو لطيف أن تتبرع، لكن أليس هذا هو المستشفى الذي يوجد فيه أخ زكي المخلوق الشرير؟ سوجين السافرة على استعداد للعمل في ملهى ليلي لكسب المال. هل يمكن هذا المخلوق الشرير بحاجة إلى عملية جراحية؟ لا يمكن أن يكون الأمر مصادفة. رمت الورقة والمحفظة وابتسمت بخبث. دعينا نكمل ما بدأناه. وقعدت على السرير جنب الراجل. كان الشغل متعب جدا بالنسبة لسوجين. أنا متعبة ولكن من اجل اخي يجب ان اكمل. جات لها صاحبتها قالت لها خدي نفذي اللي مكتوب في القائمه دي. بصت على القائمه واتخضت. ماذا؟ كان طلب عايزه ليشين وهي كانت بتتجنبه، فرفضت وقالت لصاحبتها ان انا ما اقدرش اعمل كده وساقيا ضعيفتين الان، لكن جوه نفسها قالت لا اريد رؤيته مع نساء اخريات. صاحبتها اتعصبت وقالت لها عفوا، اعلم انك عملت بجد لكن السيد هو طلب منك ذلك شخصيا، اذهبي واكرميه بالمشروب. طبعا ما كانش قدامها حل اللي هي تروح. هدت نفسها دعينا ننسى ذلك وتوقفي عن العاطفيه، كسب المال هو المهم. فضلت تشجع نفسها كل ما علي فعله هو العمل الجد لكسب المال. لا باس، هذه وظيفتي وايضا انه ليس مخيفا. وهي ماشيه بتفكر في ده واحد سحبها من ايديها بقوه فقالت ما الذي تنوي القيام به؟ دعني اذهب. الشاب اللي اتخانقت معاه في الاوضه من شويه فضربها بالقلم بقوه وقال لها ايتها الامراه اللعينه لانك كنت متغطرسه للغايه الان ساخبرك بمدى قوه هذا السيد الشاب. رماها على الارض وقال لها نوضح كل شيء الان، وكان بفك زراير القميص بتاعته. طبعا هي حست بالخطر وفضلت تصرخ اي شخص
ساعدوني. مسك شعرها بعنف وقال لها لعينه سوف تموتي الليله لانك احرجتني امام الكثير من الناس. بصت عليه ببغض وضربته وقالت له هيا ابتعد عني. دفعها بقوه وقال لها امراه لعينه انت محظوظه لان هذا السيد الشاب معجب بك، لكنك لا تزالي تجرؤين على المقاومه. خبطه كانت قويه على ظهرها. فكر لا يمكن ان اتاذى من يد هذا الحساله. مسكت الطفايه في ايديها وهو قرب منها وقال لها المراه التي اقع في حبها لن تتمكن من الهروب ابدا، ان لم تتصرفي بشكل جيد سيتم معاقبتك. سحبت المفايه وادته على راسه بيها وقالت له ابتعد. دماغه نزفت وهي اغتنمت الفرصه عشان تهرب، لكن هو سحب رجلها بقوه ووقعها الارض. لم يجرؤ احد على ضربي لعينه، وحاول يتعدى عليها وبيقول لها لن اتركي تذهبي ابدا. هي ضربته بركبتها في مستقبله وحاولت تهرب وهو قاعد يصرخ وقالت له قلت لك ان تتركني الم تسمعني؟ والدتك لم تعلمك احترام المرأة عندما ولدتك، ساعلمك درسا لامك ايها الوغد الذي ليس لديه اي عائله لتعليمه. ضربته بكعبها في بطنه وقالت له هل تظن ان امتلاك المال امر عظيم؟ ان كان لديك المال يمكنك التذمر والتنمر على الاخرين. قعد يصرخ بيقول لها اعتذر رجاء ان توقفي. بصت له بحده هل اتوقف ايها الحسالة؟ ضغطت اكتر على بطنه او على حاجه تاني. سمعت صوت بيقرب منهم فقالت شخص ما قادم عليها الذهاب الان، وحاولت تهرب. فقعد يصرخ التاني ايتها اللعينه ارجعوها لي. فضلت تجري هذا سيء للغايه علي الاختباء. وفجاه طبعا شبح القصه المعروف لشين ظهر قدامها فصرخت بحسره انه حقا طريق مليء بالاعداء. لكن هو حط ايده على خصرها وشدها ناحيته وهي اتفاجئت وقام بايسها مره تاني. قالهم الرجاله في القصه دي وهي طبعا اتخضت وقالت له ابتعد. قال لها لا تتحركي والا ساسلمك اياهم. بعدت راسها عنها لقد استغل بالفعل خطر الاخرين واستغلني. بعد شتمها قالت له واخد. كانت رجاله الشاب ده بيدوروا عليها، هو كان بيخبيها بجسمه وبص عليهم وقال ماذا؟ فابتسموا له السيد هو اسف لم نكن نعلم ان السيد هو كان هنا، اسفين على الازعاج. بيحضنها بقوه وهي بتقول فوليشين فلتدعني اذهب انهم بالفعل ذهبوا. سابها فعلا لكن فضل ماسك ايديها وقال لها انت بلا قلب، انت ممتنه لي حتى. طبعا هي كانت الاحداث خلاص جابت اخرها فبصت له بحزن انتم جميعا متشابهون تتنمرون على الناس لمجرد انكم اغنياء واقوياء. دموعها نزلت في اللحظه دي اكرهكم جميعا. عينيه اتوسعت بخضه وساب ايديها وقال لها هل تبكين؟ بعدت عنه وسابته وجريت وهي بتعيط وهو فضل مكانه متجمد. طبعا رجاله الشاب اللي هي ضربته قعدوا يشتكوا للمدير ان في واحده عملت كذا وكذا. فالمدير قال لهم سوجين امراه لطيفه وضعيفه كيف تفعل هذا؟ فهم اتعصبوا وهددوه لو ما جابوش البنت دي هيقفلوا المكان. فهو قال دوروا عليها بسرعه وهاتوها. كانت هي في حمام النسائي وبصت على نفسها في المرايه حقا لم اتوقع ذلك. رجل مثل هوليشين يهمه في الواقع دموعي، ولكن لماذا اصبحت فجاه متضايقه امام ذاك الرجل؟ لم اشعر بهذا من قبل. ما خطبي؟ بتجدد الرش بتاعها سمعت البنات بيتكلموا ان البنات اللي راحوا للشين ما لمسهمش وما قربش جنبهم، وكان قاعد مع نفسه وقعد يقول ده راهب ولا ايه، ولو راهب هيكسر قلوب النساء. هي فكرت جوه نفسها كانت المراه التي اختارها لمرافقه لشين جميله جدا. هل هو ليس مهتم بالنساء حقا؟ انتظري بماذا افكر؟ تفكر نفسها بالطلب الوقح بتاعها وان هو عاملها كحساله، ان راجل زيه ملهوش نوايا حسنه تجاهها ابدا وهيعاملها كلعبه. بعد كده رجعت تفكر لماذا كنت سعيده جدا بكلامهم الان. حبت ترجع لوعيها واخيرا وقالت توقفي عن تلك الاشياء الامر تافه. وبصت على البنات دي وقالت لديه الكثير من النساء لإغرائه لكن كان غير مبالي. ألم تفكروا أبدا في هذا؟ في الواقع هو ليس هادئا جدا ويبدو أن لديه عجز. 3 بنات اتصدموا من كلمة عجز دي. سابته ومشيت وقالت آسفة أواصل الدردشة سأغادر الآن. هي جاية تمشي شبح المنطقة ظهر قدامها التاني وهي انتفضت. هوتشين ماذا هو هنا؟ لم يسمعني أليس كذلك؟ حاولت تهرب بجلدها وقالت له يجب أن أذهب للعمل من فضلك دعني أذهب. مسك دقنها بقوة وابتسم لها هل أنا عاجز؟ طبعا عاوزة تخرج نفسها من الورطة. راحت ابتسمت وقالت كيف يمكن للسيد هيو أن يكون عاجزا؟ سوء فهم سوء فهم. فضلت تبصص عليها بنفس الابتسامة. وقبل ما يقول حاجة سمع أشخاص بتقول أين هي؟ إنها ليست هنا. خباها جوه حضنه تاني وقالت له أنت لا أريد أن يؤذوكي، إذا كنت لا تريدين أن يتم القبض عليك فلا تتحركي. هي اتخضت وقالت هل يبحث عني الجميع في هذا الملهى؟ هو همس لها وقال لها لا تجرؤي على التحدث واتبعيني. لكن في اللحظة دي ظهر المدير وقال سيد هو قعد يقول له اي نوع من المرأة التي تريدها؟ تلك المرأة التي في يدك وقعت في مشكلة. رد عليه ليشين بحدة ماذا تقصد؟ ايا كانت امرأتي هل تريد مني ان اخذ رأيك؟ هي اتخضت وتفكر يبدو ان مسألة السيد شو اصبحت قضية كبيرة والمدير يريد تسليمي. قالت تدافع عن نفسها وقالت مدير لقد كان السيد الشاب شو هو من هاجمني اولا، لقد قاتلت فقط للدفاع عن نفسي. اصحابها جم ودافعوا عنها وقالوا ان السيد الشاب ده منحرف ودايما بيضايقهم وما بيعملهمش كبشر. فضلوا كلهم يشتكوا عليه لغاية ما المدير احتار. راحت سوجين قالت له نحن
نحن نعمل كنادلات ولكننا نحصل على أجرنا أيضا من خلال جهدنا الخاص، لا ينبغي لنا أن نستسلم للتنمر ونتحمله فقط. أخواتي ألا توافقون الرأي؟ عملت مظاهرة، هتفوا كلهم نعم نعم جميعا نوافق. وهي بتقيم المظاهرة فضل ليشين باصص عليها بتركيز، تبدو لطيفة. هذه المرأة في الواقع ليست زهرة بيضاء صغيرة ضعيفة ولن تسمح لنفسها أبدا من المعاناة في أي مكان. في هذه الحالة سأساعدك مرة أخرى. رفع تليفونه وكان هيكلم حد. في اللحظة دي كان لسه المدير بيتجادل معاهم وقال لهم ان الراجل ده عنده نفوذ وهيقفل المكان، وبحلول ذلك الوقت سيتم تسريحكم جميعا. فكرت المدير على حق، إن لم تسلموني فإن وظائف العديد من الناس ستكون في خطر. هل يجب أن أقاتل حتى الموت مع ذاك الوقت؟ قاطع ليشين ده كله وقال مجرد فرد في عائلة تشو فقط أخافك مثل كلب ضائع لا مستقبل لك. لقد استثمرت للتو في هذا الملهى الليلي، الآن أنا أكبر مساهم هنا. إذا أراد شخص ما فقط أخبره أن يطلب مني ذلك بنفسه. يليق بي ماني توكس. طبعا اتفاجئوا كلهم من القرار ده، وازاي هو رجل وسيم وغني وكل المواصفات فيه الحلوه. هي يعني ما يخفاش عنكم قلبها مال، وقالت ماذا يقصد بهذا؟ هل هذا من اجلي؟ طبعا لازم يظهر الغباء، وقالت لا جين لا تكوني عاطفيه، لابد انه يفعل ذلك من اجل وجهه، لا تفكري في الامر كثيرا. مع ذلك كل شين فضلت مبحلقه فيه انه حقا لطيف للغايه بالنسبه اللي هو كان عايزك على الشيء. نسيتي يعني ولا ايه؟ لشين بص للمدير بغضب. ليس لدي وقت لضياعه في هذا المكان، اذا كان السيد شو لا يزال لديه اسئله لياتي لعائله هو ليجدني. وسببوا مشوا ففضلوا يصرخوا يا انه عظيم. راح المدير قال لهم كف عن هذا الجنون وعودوا للعمل. فضلت سوجين تبص له بهدوء وبعد كده مشيت وراه. فالمدير قال لها الى اين ذاهبه؟ قالت له ساغيب عن العمل لفتره. فضلت ماشيه ورا لشين وقالت له لشين، وفضلت تنادي عليه لشين شكرا لك. بص لها بملامح بارده وما اتكلمش، وبعد كده ابتسم ودخل عربيته. فكانت باصه للعربيه بتمشي بامتنان وسعيده. على اي حال شكرا لشين. كان لشين في العربيه قاعد مركز، والسائق بتاعه فكر الفتاه التي كانت موجوده للتو جميله جدا، لكن الملابس التي كانت ترتديها كانت ملابس نادلة. بص السيد وقدم له ورقه وقال له لقد طلبت مني السيدة تأجيل اجتماعكم غدا، قائلة أن ابنة عائلة لينا عدد من الدراسة بالخارج، ستقوم بزيارة عائلتك بعد الظهر. مسك الورقة بعد كده قال له أخبرها أن الاجتماع مهم ولا يمكن تأجيله. أنا عارف إن ده موعد غرابي أعمى، هو ما كانش فاضي للكلام ده. حس السائق بالهم لأنه الأم هتغضب، فقال له سيدي الشاب أنت لست شابا بعد الآن، سيدتي تريد أن يكون لها حفيدا، لماذا لا تساعده وتجد شخصا مناسبا لتتزوجه؟ فرد عليه ببرود لا يمكنها استخدامي لإنجاب وريثها، لا يمكنها التحكم في حياتي. غضب بعدها لشين، فالسائق قرر يخلص. بعد كده قال له بالمناسبة اذهب للتحقق من شخص ما لأجلي، سوجين هوان. ثاني يوم الصبح الشخص اللي كان مخمور وخدته أختها ده صحي من النوم وتفاجئ لما لقاها قاعدة جنبه بشكل غير لائق وقاعدة تبكي. فقال لها ماذا؟ هل كنا معنا الليلة الماضية؟ فضلت تبكي بدموع التماسيح. الليلة الماضية كانت المرة الأولى لي، عائلتي صارمة للغاية، لو علم والدي بالأمر لضرمني حتى الموت. طبعا هو اتأثر جدا وخدوده احمرت ومسك ايديها. آسف أنا آسف لما حدث الليلة الماضية، سأتحمل المسؤولية. أنا شاو أكبر سيد شاب في عائلتي، دعيني أذهب وأتحدث مع والده. لا يجب أن يعلم والدي بهذا. بص عليها بحزن. إنها ليست سعيدة بسبب وضعي، لو كانت امرأة أخرى لكنت أرغب في الزواج منها، إنها فتاة بريئة. مسكت ايدين الاتنين وهي بتقول له أنا فتاة تقليدية جدا، وإن كنت لا تريد حقا أن تكون مسؤولا عني آمل أن نتمكن من البدء في الوقوع في الحب. حسنا؟ لا حسنا. ده الراجل العبيط ده. هي ابتسمت بسعادة زائفة وقالت شكرا شاو، وفكرت جوه نفسها هي له من أحمق غبي. كانت سوجين نايمة في أمان الله ولقت الباب بيتكسر عليها من مرات أبوها، وقعدت تقول لها افتحي افتحي. فقالت لها ماذا تريدين؟ إذا أزعجت حلم شخص ما في الصباح فسوف يضربك البرق. ردت مرات أبوها قالت لها سخيفة، قبل أن تضربني البرق عليك أن تقلقي على نفسك أولا. وحطت ورق على إيديها. فقالت ما هذا؟ كانت مرات ابوها دي ورقه بلاغ من الشرطه. فقفلت سجين الباب في وشها، والتاني فضلت تصرخ ايتها الفتاه البريه غير المتعلمه انتظري حتى تذهبي الى السجن فقط. فضل السجين بص على الورق بغضب. هل يقول انني اذيت عمده وتسببت في عجزه؟ هذا اللعين. ابتسمت بخبث. تريد الايقاع بي اليس كذلك؟ دعنا نكمل هذا للنهايه. واتصلت على حد اللي صرخ وقال اللعنه كم الساعه الان لتتصلي بي؟ لعبت في شعرها وقالت لا تغضب مني اولا، انا داخله في دعوه قضائيه واريد منك ان تفعل معروفا لي. قال لها ماذا تريدين؟ في المستشفى كان قاعد الراجل اللي هي ضربته امبارح غضبان وبيشرب، اخترقت حتى الموت، كل هذا بسبب تلك المرأة اللعينة، لقد حبسوني هنا. مرر عينه ولقى سوجين لابسة فستان بناتيتي وعليها نظرة بريئة وقالت له مرحبا بالسيد تشاب تشو. وقفنا المرة اللي فاتت لما سوجين جالها اخطار من المحكمة ان الراجل العبيط ده رفع عليها قضية، وراحت له بملامس انيقة وكتكوتة كده. هو اول ما بص عليها بقى خروف وساح، وفكر جوه نفسه انها جميلة جدا على الرغم من انها غيرت ملابسها للتو. مستقبلك اللي ضاع نسيته؟ هي بصت له بمسكنة وقالت له سيد شو لم اقصد ان اؤذيك، من فضلك لا تقاضيني. حسنا طالما انك لم تقاضيني فلن اقاوم اي شيء تطلبه مني. هو طبعا ما صدقش نفسه ومسكها وقال لها هل اخفتك؟ ماذا عن ذلك؟ تعالي واخدميني. سحبت ايديها باستياء وقالت له يجب ان تكون
تكون لطيفا معي. خدوده احمرت وتخرفن اكتر وقال لنفسه لا استطيع التوقف بعد الان. سبحان الله الحياه دبت في رجليه واملها. قالت له سيد شو الم تقل انك لا تستطيع التحرك جيدا بعد ان ضربته؟ كيف لا يزال بامكانك؟ هو قرب منها زي الذئب ومسك خدودها وقال لها مع قوتك الصغيره انها مزحه. راحت قالت له انت كذبت علي. الحيوان البشري ده قال لها انت شرسه حقا، ستعرفي قريبا اذا كانت هناك مشكله بي ام لا. اذا كان السيد شاب راضيا ربما استطيع ان افكر في سحب الدعوه. رفعت ايديها بغضب وكانت عايزه تضربه بتقول له لقد استخدمت ادله كاذبه لتلفيق التهمه لي، الا تخاف مما فعلت؟ مسك ايديها بعنف وقال لها اذا ماذا هناك لو كانت هذه الادله كاذبه؟ قعد يهددها ان هو عنده افضل المحامين في البلد وان هو ممكن يحبسها في ساعه. وعند اللحظه دي سوجين ابتسمت بخبث قالت له يكفي انك اعترفت انك قدمت ادله كاذبه. هو حس بالقلق وقال لها ماذا قلتي؟ قبل ما يكمل الجمله جه حد من ورا واداله بالقله على راسه. كانت دي الصحفيه صاحبتها وقالت لها سوسو اذهبي بسرعه. الراجل فضل يصرخ وصاحبتها مسكت ايديها وقالت لها لقد قمت بتسجيل كل شيء بالفعل، كل كلامك مع هذا الحقير. والفيديو ده طبعا كان كفيل ان هو يخرجها من الورطه دي. فحست بالارتياح الشديد وبعد كده عينيها نقزت لما هو قاعد يصرخ بيقول ايها الحراس اقبضوا على هاتين الفتاتين، اين ذهب الحراس؟ وكان بيصرخ على الارض من الالم وفجاه اندهش لما شبح قصتنا ظهر قدامه لاشين باشا. فالراجل اتخض فضل يتهته وقعد يقول لماذا هو هنا؟ لاشين ضغط على صدره بجزمته وقال له إنها تحت حمايتي، كيف تجرؤ على لمسها؟ هذه الكلمات الثلاث أنا هو لاشين، هذا الاسم لم يعني لك شيئا أليس كذلك؟ التاني دموعه فرت من عينيه وقال له لا هي. قال له اخلص. قام ضربه بالجزمه بتاعته على صدره مره تاني. فالراجل فضل يصرخ من الالم ولاشين قال للرجاله بتاعته لقد قال انه لا يمكنه المشي، اجعلوا هذه حقيقه. قالوا له امرك وراحوا يعني يعملوا اللازم في الراجل اللي فضل يرتعش يقول من فضلكم دعوني اذهب، لدي 9 أجيال في عائلتي ووريث واحد فقط في كل جيل، من فضلك كم تحتاج سأعطي لك كل شيء. والظاهر ان هما ولا هيخلوه يمشي ولا هيخلوه يخلف بعد كده. بعد ما شبح الصين خلص مهمته في حمايه الجيرل فريند بتاعته، راح مساعده وقعد يقول له السيده تعرف بالفعل عن استثمارك في الملهى الليلي وهي تحقق في الامر، قد تصل قريبا. السيده دي هي امه. فتنرفز وقال انها تتدخل في شؤوني في كل مره. وهو ماشي بتنرفز كده قام لقى مين؟ الكتكوته الصغنطوطه كانت مستنيه حد يجي يوصلها. وبعد كده قلبها حس بوجوده فلفت ورا واستغربت هو لاشين؟ حسنا ما المصير الملعون الذي جعلنا نتصادف في المستشفى؟ صدقي انت نكره للجميل. بصت بعيونها كده برقه لا يقول مرحبا لي حتى. فقررت هي تروح له بابتسامه مشرقه قالت له السيد. قبل ما تكمل سابها ومشي وتجاهلها تماما. قالت انه حقا لا يبالي. صاحبتها قالت لها سوسو ماذا حدث؟ ضحكت لها ابتسامه متكلفه قالت لها لا شيء. بس حست جوه قلبها بنغزه ان هما الاثنين من عالمين مختلفين وان الاهتمام السابق بتاعه ده كان مجرد فضول ونزوه. خدت قرار في لحظه غضب وقالت نوان الرجل الذي اريتني لي من قبل قومي بتنظيم موعد لي معه في اقرب وقت. قررت تخرج في موعد اعمى تاني. بعد ايام قعدت مع عريس جديد كان الراجل يبدو انه مسالم وقال لها لو عندك اسئله تاني اساليني هجاوبك. هي كانت بصله بابتسامه متكلفه وقالت لنفسها اخيرا وجدت لي رجل يبدو موثوقا فيه. الراجل حس ان هي بتسلك له فسالها انسه سو لا يبدو انك مهتمه جدا بي. وكمل باحترام اذا كنت غير راضيه عني فقد قولي هذا استطيع تغييره. هي مسحت الابتسامه المزيفه وقالت له بقلق لا اعتقد انك بخير. السيد لي في الواقع ليس لدي اي طلبات، طلبي الوحيد هو الحصول على شهاده الزواج في اقرب وقت. فالراجل حس بالشك وقال لها لماذا؟ من الواضح ان ظروف الانسه سو جيده جدا، لماذا انت متعجله للغايه؟ اعترفت له بكل حاجه وقالت له ولدي اخ شقيق مصاب بسرطان الدم وطالما تزوجت سيكون لدي مهر ويمكنني اجراء عمليه جراحيه له. الراجل عشان هو محترم قال لها انقاذ الناس يشبه اطفاء الحرائق، لذا اوافق على الحصول على شهاده اولا، لكن بالنسبه لحفل الزفاف ساستمر في اعاله الانسه سو، انت تستحقين حفل زفاف. الكلام ده دخل قلبها وقالت له شكرا شكرا، وقالت لنفسها من النادر جدا ان اقابل رجلا محترما. وبعد كده عضت على شفايفها بهذه الطريقه يمكنني الحصول على المال لاخي، لكن لماذا اشعر بالحزن الشديد؟ حبيبتي اهم شيء القناعه. وبعدها سمعت كلامي وقالت اجل سيد لي مكتب الشؤون المدنيه لم يتوقف على العمل بعد، هيا بنا لنحصل على شهاده الزواج. الراجل اتخض وقال لها بهذه السرعه؟ قالت له نعم، قلت ان انقاذ الناس يشبه اطفاء النار، هيا بنا. طبعا نادر نلاقي ناس محترمه في الزمن ده. قبل ما يقول لها اي حاجه جت ست من ورا وقالت له ايها الحقير، فضلت تصرخ فيهم وتقول امرأة لعينة تجرؤين على إغواء زوجي؟ الصدمة دي ما هو راجل بنستغرب ليه؟ طبعا الثانية اتخضت وقالت ماذا؟ الثانية كانت حامل كمان. فجوزها قال لها ليلى ماذا تفعلين؟ لقد انفصلنا. قالت له أي انفصال؟ أيها الوغد. وفضلت تضرب على صدره بجبد وهي بتعيط. فقال لها توقفي عن إثارة المشاكل. طبعا سوجين جالها هبوط حاد في الدورة الدموية وهو كان عايز يبرر يقول لها لقد انفصلت عنها منذ وقت طويل ليس لي أي علاقة معها. والتانية كانت قاعدة تعيط وتشنط. فسوجين بصت له بقرف وقالت له بفعلك هذا بها ألا يهم هذا على الإطلاق؟
لا ارى اي تفسير يمكن تفسيره. الراجل حس بالقلق وقال ها، فالتانية مسكت في ايد جوزها وقالت تصرخ وتعيط لماذا تحولين سرقة زوجي؟ انا وطفلي لا نستطيع العيش بدونه. والله ما حدش طمعان في جوزك، خديه وامشي. طبعا الناس حواليهم من صوتها العالي بصوا قالوا ايه اللي بيحصل، وهي فضلت تكمل بعياط انت جميله جدا، لماذا تغوي رجلا سري؟ اتوسل اليك لا تسرقي زوجي. طبعا سجون ما استحملتش الهم ده وقالت لهم يا سيده لقد ذهبت للتو موعد اعمى معه ولا اعرف شيئا عنك. قبلت وقالت اذا كان زوجك يرجى الاعتناء به لا تدعيه يتظاهر بانه اعزب مره اخرى. الناس تشتم فيه ازاي متجوز ورايح مواعيد عاميه وان هو حقير وراجل بنسوانجي. سابتهم سجين وقالت لهم السيد لي نظرا لان صديقتك السابقه حامل بطفلك فعاملها جيدا. حاول يجري وراها يبرر له لا انسه سوء انسه سوء، انا وهي انفصلنا منذ اكثر من عام وطفلها ليس لي على الاطلاق. فمراته كلبشت في ايديه وقالت له الطفل لك، اذا تجرأت على مطاردتها ساقتل كلاهما واموت امامك. القد يصرخ وقال لها دعيني اذهب انا لا، ولكن سجين سابته ومشيت وهو قاعد متحسر. فالتالي قالت هل ذهبت؟ قالت كده وقعدت وخدت كبكايه فضلت تاكل فيها وقالت لقد استنزفت طاقتي من البكاء. هو بص لها وقال لها انت لينغي من فضلك اشرحي لي ماذا يحدث هنا. فبصت له باستغراب ماذا يعني ذلك؟ الا تستطيع ان ترى انا هنا لاثاره المشاكل. هذه الحلوى لذيذه جدا. يعني انت كمان كذابه، ولا راجل صحي ولا ست صحيه في المنهى دي. هو رمى الحلوى من ايده وقال لها لا تتظاهري بانك معي. ماذا يجري؟ اتعصبت هي كمان وقالت له ماذا يجري؟ انا فقط لا استطيع ان اتحملك ايها الحسالى الذي تؤذي الفتيات الاخريات. انت حقير اناني وحتى تضرب النساء. هل تريد ان تضربني الان؟ انا امراه حامل، اذا كنت تستطيع اضربني. اذا قتلت شخصين اريدك ان تدفن معنا. لها ايتها انت قاسيه. وطبعا كان مساعد لشين واقف من بره وبيصورهم في المشهد الحماسي ده. فجه لشين من ورا مساعده قال له ايها الشاب لقد اطعت اوامرك وطلبت من لينغي ان تسبب المتاعب، من المؤكد انها لم تقصد ان توبخ الانسه سو. لشين كان غضبان وقال اين ذهبت سو الان؟ طب ليه اللف والدوران؟ ما تروح تتجوزها انت. سوجين كانت ماشيه بحسره. هذا لماذا يتم التعامل معي دائما كحسالة عندما اذهب في موعد اعمى؟ لا يوجد واحد يمكن الاعتماد عليه عشان انت بتروح للرجاله مش هم اللي بيقولي. تلت كانت حزينه ومش عارفه تقول ايه. لا يمكنني الزواج، لا استطيع الحصول على المهر حتى، ماذا افعل؟ كانت ماشيه بالهم والغم اللي في قلبها وفجاه لقت ناس متجمعه. فقالت ايه اللي بيحصل هنا؟ دخلت من بين الناس ولقت سيده عجوزه مرميه على الارض ومغمى عليها. فقالت للناس وسعوا وقعدت قدامها. فقالوا لها ما تلمسيهاش، لو حصل لها اي حاجه تكوني انت السبب. هي صرخت عليهم وقالت لهم انها في حاله اغماء لا تتظاهر، اطلبوا الاسعاف. كانت بتحاول تساعد الست الكبيره دي وقالت ابتعدوا ادوها هوا. فليشين كان ماشي وشافها وقال له مساعده اتصل بالاسعاف. فقال له نعم. والمساعد هنا فهم ليه ليشين اتسحر بيها ومش عارف يشوف غيرها. كانت سجين بتحاول بكل جهدها تساعد الست المرميه على الارض دي لغايه ما جت الطبيبه وخدتها منها وساعدتها وكله بقى تمام. هي كانت واقفه مخضوضه وحست بالاغماء ووقعت بين ايدين مين؟ ليشين. فخدتها احمرت وفجأت وقالت له لماذا انت؟ بص لها بعين كلها حب وقال لها تبدو حالتك سيئه للغايه، لا تتحدثي، اغمضي عينك واستريحي سوف اخذك الى المشفى. جوه حضنه كانت حاسه ان قلبها هيفر منها، علشان كده حاولت تبعد، لكن هو مسك راسها وقال لها وكأنك لا تريدين الراحة، هل جسدك ليس متعبا بما فيه الكفاية؟ وبص لها بعيون حنونة. ألا تريدين أن أفعل أي شيء من أجلك؟ راحت قالت له لا هرتاح. وفضلت في حضنه بصله باستغراب. من الواضح أنه تجاهلني في المشفى، الآن يهتم بي. فقالت له بخدود محمرة قوي ما الذي تفكر به؟ ماذا تريد؟ نفس الوقت كانت حاسة بالدوار والارتباك. فخدها بين إيديه وهي أغمى عليها بين دراعاته ودخلها العربية بيمسح على وشها بحب. فقط اخفي بسلام ولا تخافي أنني سأؤذيك. على بالليل فتحت عينيها ولقت نفسها في المستشفى. قامت تتساءل يبدو الأمر أنني لم أحصل على مثل هذا النوم العميق. مسكت فاتورة المستشفى عشان تدفعها وتمشي واتخضت إن هي 10,000 وان. فقالت انتظر، ألم آتي هنا لأخذ قيلولة؟ لماذا يكلفني هذا 10,000؟ عليك اللعنة يا له من غش. راحت بعد كده عشان تدفع، عرفت إن المصاريف خلاص اتدفعت. فقالت تم تسويتها، وطبعا عرفت ان لاشين هو اللي عمل كده. لكن هي جوه نفسها ما كانتش عايزه ان هي تكون مديونه ليه باي حاجه. وهي بتفكر في كده جالها اتصال من الطبيب اللي بيعالج اخوها. فحست بالاستغراب وقالت مرحبا دكتور تشاو، ماذا يحدث؟ كلام الدكتور خلاها تتصاب وترتجف من الصدمه لما قال لها انسه سوجين لقد تلقيت للتو اشعارا من المشفى يفيد ان المتبرع الذي تبرع بنخاع العظام لم يعد بامكانه التبرع باي شيء الان. سالته بخضه لماذا؟ الم يكفي المال؟ استطيع ان اعطيه اكثر. الطبيب رد قال انسه سو لا تتحمسي، فهو لم يذكر السبب. التبرع بنخاع العظم هو عمل تطوعي من قبل المتبرع، اذا كان لا يريد ذلك فلا يمكننا ان نجبره. دموعها نزلت وما قدرتش تاخد نفسها. لقد انتظرنا لفتره طويله واخيرا انتظرت الشخص المناسب. صحه اخي تزداد سوءا، اخشى ان انتظر اكثر. وقعدت تترجى الدكتور وتقول له
من فضلك اخبرني بمعلومات الاتصال بخاصة المتبرع، سوف اتواصل معه مهما كانت الظروف، سأوافق على كل شيء. فالدكتور قال لها ايه ده، مش هقدر ادمر اخلاقيات المهنة واديكي اي حاجة زي كده. فاعتذرت منه اللي هي فقدت مشاعرها واتكلمت بالهراء ده. فقال لها لا بأس وهنلاقي ان شاء الله متبرع تاني. بصت للقمر وهي في حالة يزرى عليها، ازاي حصل كل ده بعد ما لقوا المتبرع؟ قعدت تفكر هتعمل ايه وتتصرف ازاي. بعد كده راحت لاختها رغم العداوة بينهم، قررت تسألها لو هي مكانها هتعمل ايه. فراحت البيت لقت اختها واقفة قدام راجل قاعدة تتكلم وتتسهوك معاه. بعد كده بصت لاختها بحده وسابتها ومشي. سجين قالت لنفسها لقد وجدت صديقا جديدا، لا عجب انني لم اجد اي مشكله الايام الماضيه. قالت مفيش فايده من اختي دي، قررت تروح اوضتها. لكن اختها قالت لها يا اختي شكلك قبيح جدا، لابد ان شيئا ما حدث وجعلك تشعري بالحزن. فضلت تضحك بسخريه وتقول لها ولكن ايضا يبدو ان السبب ان اخوك اللقيط ربما سيلقى التحيه على ملك الموت هذه المره. حيوانة. سوجين بصت عليها قالت لها ماذا تقصدي؟ هل تعرفي شيئا؟ التانية ردت بخبث ان اخيرا لما وجدت المتبرع المناسب اختفى، واعترفت بنبرة خبيثة هذا الامل انا من جعلته يطير منك بعيدا. سوجين ما استحملتش ومسكت في خناقها وقعدت تخنق في رقبتها، والتانية تصرخ ماذا تفعلين يكفي. سوجين سالتها ماذا فعلتي؟ التانية كانت بتكح وتقول لها ايتها المجنونة اتركيني لن اقول شيئا، انا فقط ببضع قول كلمات يمكننا اسمح لاخيك. سوجين ما سابتهاش، فضلت تخنق فيها وتقول لها اذا كان لديك اي استياء فقد تعالي الي، لماذا يجب ان تذهبي لاخي اهل مريض؟ هل تعرفي المتبرع؟ ماذا قلت له؟ التانية اتخنقت جدا قالت لها توقفي هذا يكفي. فقالت لها سجين قولي بسرعه. سجين سمعت صوت من ورا فبصت ورا. التانية كانت قاعده تصرخ وتقول ابي وامي انقذوني بسرعه، اختي تخنقني حتى الموت. بعد كده سجين رفعت ايديها، فالتانية جريت ناحيه البيت وقالت سجين ما تظنين نفسك، انا لسه خائفه منك، والدي هنا اريني ماذا ستفعلين. فسجين هددتها وقالت لها حسنا سوتشوان اذا استطعتي فلا تخرجي ابدا لبقيه حياتك، فانا لن اتركك تذهبي. بعد 3 ايام كانت الحقيره متأنقة ولابسه فستان حلو، وتفكر ان هي ما كانش ينفع تقول لها اللي هي اللي ضيعت المتبرع. وهي ماشيه على رصيف البحر لقت سجين قدامها، فاتخضت قالها سجين من فضلك توقفي عن ملاحقتي. فالتانية قالت لها قولي لي من هو. فالتانية خلاص عشان تخلص من ملاحقتها قالت لها مجنونه اتبعيني فقط، ساذهب الى حفله هو هناك. كانت هتخش لكن الحراس قالوا لها ما ينفعش بدون بطاقه دعوه. حست بالغضب وقالت لها طيب هستناكي بره. وهي بتفكر كده راحت جه قال لها انسه سو يا لها من الصدفه هل ستاتي الى حفله الرحله البحريه؟ وهي حست بالقلق قالت اريد ان اصعد، لكن طبعا ده المارد الازرق بتاع الشيان. فقال لها ايه ده انا عندي بطاقه زياده تيجي معايا؟ هي طبعا فرحت جدا. قال لها بس اللبس اللي انت لابساه مش مناسب، فتعالي نشتري لك حاجه حلوه كده ونروحي معايا. خدها لمحل ازياء فخم وفاخر وقعدت تشوف الفساتين، وحد جه يعمل لها شعرها وكان عايز يخليها عروسه صغنطوطه. فرح طبعا بانجازات اللي هو بيقدر يعمل اي حاجه وراح يتفخر عند ليشين. فقال له سيدي رتبت كل شيء. ليشين كان واقف بالابيض هي حمامه السلام بالظبط. فقال له ايه البرود ده يلا، بيقول لك عروستك جاهزه. اول حاجه عملوا لها المكياج وخلوها فعلا شكلها مختلف بالمكياج. قعدت تحط ايديها على وشها هذه انا لم ابدو بهذا الجمال من قبل. فالميك اب ارتست قالت لا 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 انت جميله من الاول، ودلوقتي حان وقت الفستان. طبعا هي اتحولت لكلبوبه صغنطوطه لما شافت الفستان وكانت فرحانه قوي. الموظفين كانوا حاسين بالقلق ان هي ما تعرفش ان كل الحاجات دي من ليشين. قررت بقى ان هي تخش تلبس الفستان وتتألق. واول ما خرجت كانت لابسه فستان بينكي لطيف وما كانتش عارفه تقفل السوسته وما لقتش حد في الاوضه. فقالت اختي فنانه مكياج لا استطيع سحب السوسته من خلف، هل يمكنك مساعدتي؟ ايد رجوليه رفعت لها السوسته فقالت حسنا. فلفت التانية واتخضت لما لقت ليشين. قضى رجلها اتزحلقت لما رجعت ودست على الفستان لماذا هو هنا، وكانت هتقع الا ايديه حمت خصرها وسحبها ناحيته. هي قالت له ماذا تفعل هنا ليشين ابعد يدك. الكلام ده ما عجبتوش اللي هي بتنفر منه فبص لها بغلظه. وبعد كده مسح على شفافها وقال لها انت اليوم، وقام فجاه بسها من غير استئذان كالعاده يعني. وهي حست بالخجل في نفس الوقت حاولت تبعده وتزقه لكن هو مسك ايديها وما سابهاش وفضل يبسبس فيها. بقت جوه نفسها اشعر بالاختناق. وبعد فتره بعد عنها وقال لها رائع المنحرف ده. حطت ايديها على شفافها بخجل وكانت غضبانه منه. قالت له انت كيف دخل هنا؟ هو يحترم نفسه لا. قام شايلها بين ايديه واتخضت قالت له ماذا تفعل؟ دعني ارضا. لا تعالي الى هنا. تيجي فين يا عم بس بقى. شالها وحطها على الترابيزه قالت له ماذا تفعل ايضا. عينيها اتوسعت من الخجل لما لقيته ماسك لها حذاء سندريلا بين ايديه كان بيقدمه لها هديه. هي كانت جميله كيوت. فسالته بخجل هل علي ان ارتدي هذا؟ هو قعد قدام رجليها وخلعها الشوز الرياضي اللي هي كانت لابساه ومسك رجليها بلوط. وهي حست بالخجل استطيع ان ارتديه بنفسي. بص على رجليها انها صغيره للغايه. في تلك الليله لم الاحظ ذلك. طبعا هي بخرج من الخجل وقالت له مرحبا هل كل شيء بخير؟ الى متى تريد ان تحمل قدمي؟ ابتسم بخفه ولبسها الكعب زي الاميرات وقال لها لا باس. بعد كده هي وقفت وقالت له ان الاحذيه الغاليه
مريحه في اللبس على الرغم من ان هي كعبها طويل. مسك ايديها وقال لها اليوم هو عيد ميلاد اخي الاكبر، ليس لدي شريكه الرقص اليوم. فجأت وقالت له حقا اليس لديك شريكه؟ هل تمزح معي؟ بص عليها بجديه تامه وهي خلقت جدا وقالت له ماذا حدث؟ قرب منها اكتر وقال لها اشتقت لك. أوه لا ما توقعناش. هي قالت له ها سوجين استيقظي انه يلعب معك. سحبت ايديها وقالت له بنبره شرسه هولي شي لا تغريني، كانت تلك الليله في الواقع مجرد حادث، اعلم انك تعتقد انني لعبتك لفتره من الوقت. هي فهمت غلط وان هو افتقدها على السرير زي الليله اللي فاتت ومش هي لشخصها، فزعلت وسابته ومشيت وقالت له لا يزال لدي اشياء يجب ان افعلها لذا لا تلعب معي. دخل المساعد ولقاها بتجري بعيد فبص على صاحبه لقاه محبط جدا ففضل يضحك. جوه السفينه هي كانت قاعده تدور على فين اختها عشان تلاقي الشريك بتاعها، والبنات كانت باصين عليها بيقولوا البنت دي من عيله مين، شكلها حلو وعسوله. لحظتها شافت اختها قالت اللعنة كيف دخلت السفينة دون دعوة؟ هي ترتدي مثل هذه الملابس لسرقة الأفواه؟ خدتها ومسكت إيديها وقالت لها لماذا أنت هنا؟ ردت السجين وقالت لها بما أنك هنا لماذا لا أكون أنا هنا؟ هل تشعري بالذنب والخوف؟ أختها سحبت إيديها وقالت لها تعالي نتكلم في حتة هادية. خدتها فعلا لحتة هادية ومسكتها وقالت لها لازم تعترفي أنت عملتي إيه خليتي المتبرع يسيبه. أختها أنكرت وقالت لها حياة أخوكي وحياتك ماليش دعوة بيها، أنا ما عملتش أي حاجة. فالتانية قالت لها لا تتظاهري، وفضلت أختها الخبيثة تصرخ وتقول لها ما تضربينيش. كانت عايزة الناس تشوفها وتظهر أختها إن هي شريرة وبتضربها، وفجأة جه حد من ورا وسحب سوجين بقوة وقال لها ماذا تريدين أن تفعلي لتشينغوان؟ اسمح لها أن تذهب. بصت عليه سوجين بقلق، هذا الرجل أليس كان معه واصطحبته للطابق العلوي في الفندق؟ الحربوقة جريت لحضن الرجل وقالت له وقال لها هل أنت بخير؟ لا تخافي أنا هنا. سوجين عرفت ان الولد ده المتبني من عائله وان عائلته بتعامله افضل من ابنهم الاصلي، حتى هو عشان طيب فضل يهدي في الحربايه دي ويقول لها لا شيء سيحدث. وبعد كده بص لاختها وقال لها من انت؟ من سمح لك بالصعود الى السفينه؟ وهنا يدخل شبح الصيني العظيم يقول انها شريكتي، انا من دعوتها للرقص معي. بعد ما وقفت المره اللي فاتت ان حبيب البت اخت سوجين دي اتعصب منها وقال لها انت بتعملي ايه هنا؟ فدخل ليشين وقال ان هي شريكتي في الرقص ووضح نفسه كده، فهي اتصدمت من ده شويه. وبعد كده اختها الحربايه اللي في حضن حبيبها فرحت وقالت هولي شين. الراجل العبيط الغلبان ده حس بالحزن ان هو شايفها فرحانه كده على راجل تاني، لكن سوجين ما كانتش غبيه وكانت فاهمه نظرات اختها كويس جدا وعرفت ان هدفها هو ليشين مش الواد اللي هي معاه. اللحظه دي ضغط ليشين على خص سوجين يفكرها بوجوده وقال انها فتاتي وانا احضرتها، هل لديك سؤال؟ الراجل الطيب ده اللي اتضح انها فتاته فكر مع نفسه ان دي اول مره يشوف ليشين مع رفقه بنت وان هو ما بيتقربش من النساء اصلا. فهي هنا اتفاجئت وسحبت ايديها ان هو بيتكلم باريحيه ان هي البنت بتاعته وان هي رفيقه رقص عادي كده اهو، لكن هو مسك ايديها مره تاني والصدمه ان هو قال لم تتاح لي الفرصه لتقديمها لاخي. الولد ده اخوه بالتبني. علشان كده اختها الحربايه اتقربت منه عشان تبقى قريبه من ليشين وقالت بصوت نعسان الاخ شوان اسمح لي ان اعرفك عليها انها اختي سوجين. عارفها كويس يا اختي. وكملت وقالت لقد حدث سوء تفاهم بسيط للتو وليس خطيرا. الرجل الغلبان قال وبعد كل ذلك الوقت اتضح انكم جميعا معارف انه سوء فهم، الرقص على وجه ان تبدا، دعينا ندخل تشينغوان. فابتسمت بخبث وقالت صحيح يا اختي هيا لنذهب لساحه الرقص. كانت بتضحك عشان عارفه ان سوجين ما اتعلمتش الرقص وما بتعرفش ترقص، وسوجين فهمتها وحست بالقلق شويه واخفضت عينيها بحزن وقالت ان هي مش عايزه ترقص عشان هي شايفه نفسها ما بتعرفش السلوكيات والمواهب دي اللي اتعلمتها اختها، لان امها كانت بتصرف على اختها وما تصرفش عليها في الحاجات دي. لكن ليشين طمنها وقال لها انت شريكتي في الرقص، ان لم ترقصي فمن الذي يجب ان ارقص معها؟ بصت له بعيون قلقه وقالت له لم اتعلمه، الا تخاف ان احرجك؟ مسك خصرها بقوه وقال لها لم افقد ماء وجهي ابدا في حياتي. وكمل هو بيقول لها ماذا لو اخطأت احيانا؟ لا تقلقي تعالي معي سارى من يجرؤ على الضحك عليك اذا. كيوتا طبعا اختها اتغاظت وقالت سوجين ما هذا الحظ الذي لديك، عشان قلبها مش اسود. دخلوا القاعه سوا وكانت لسه سوجين قلقانه، فهو مسك ايديها بلطف وقال لها يعني ما تخافيش انا عارف ان انت مش جبانه. فهي قالت له دلوقتي عايزه ابقى سلحفاه ومش اي حاجه تاني، كانت عايزه تيجي للتحقيق اصلا ومش تقعد تتفخر بنفسها. وهو قرب منها ومسك ايديها وقال لها حسنا يا سلحفاتي الصغيره ارفعي يدك وضعيها على كتفي. اتحرجت جدا وقالت له من هي السلحفاه الصغيره؟ سكتها لما سحب خصرها ناحيته ضمها فقالت له انت لقد فعلت هذا عمدا لان ما فيش رقصه بالهمجيه دي. هو ابتسم لها وقال لها اوه، عامل نفسه عبيط بس كان عارف ان هي لطيفه لما يرقصها كده. فقرب منها جامد وهمس عند ودنها وقال لها سوجين استرخي واتبع قيادتي. الموسيقى اشتغلت وبقت تتبع خطواته خطوه بخطوه، ما كانش شايفه ان هو صعب للدرجه دي، فقال لها بسيط اليس كذلك؟ هي ابتسمت بخجل وسكتت. ووسط ما الرقصه شغاله هما مندمجين مع بعض كان في نميمه حواليهم، واحده تقول مين البنت الحلوه دي وواحده تقول هو ده ليشين اللي جنبها، وكانت اختها قاعده متغاظه مفروسه، وهي وهو كانوا في عالمهم الخاص بيرقصوا ومش سامعين الناس ولا حاطينهم في بالهم. وبعد كده بصوا لبعض بنظرات كلها رومانتيكيه. قطع رقصتهم دخول مساعد وقال له سيدي الشاب السيد يريدك.
فقال حسنا. بعد كده ادى سوجين بوسه على جبهتها وقال لها لف في المكان كده شويه لغايه ما يعود. فلما سابها اتنهدت براحه لان هو عامل زي المصباح الكهربي كل الناس تبص عليه. وهي واقفه كده حست بالجوع ولقت قدامها حلويات حلوه ففضلت قاعده تاكل. وهي مبسوطه بتتلذذ من الاكل. واحده قالت لها مهلا من انت؟ بصت لها كده وكانت التانية كده بنت حلوة قالت لها كيف لم أراكي فقط هنا؟ كانت واقفة لها بتسلط كده. فسوجين قالت لها لماذا يهمك من أنا؟ التانية اتعصبت وقالت لها ألا يعنيك الأمر إذا كنت مع خطيبي؟ أو ماي جاد. فسوجين وقفت من الجماد وقالت لها من هو خطيبك؟ هو الشين؟ إذا عليك أن تعتبري جيدا بخطيبك لقد أخبرني أنه أعزب. كل الرجالة في المنهج دي كدابة كلهم. الخطيبة طبعا اتفرست. راح المساعد واقف في النص بينهم وقال لها انتظري أنسة لين. حاول يسكتها يعني وياخدها بعيد وقال لها هناك السيد لشين روحي له يلا. فالتانية طبعا فرحت وقالت له أنا عايزة كمان أروح. التاني كان عارف إن البت سوجين حلوة على قلب الواد لشين فكان عايز يمشي البت دي من قدامها. فسوجين أكلت بعصبية. أعرف أن هؤلاء الأغنياء ليس لديهم أي شيء جيد. لديه خطيبة مع ذلك تأتي لتعبس معي اللعن عليك هو لشين. وطبعا معروفة خطيبة ساوي حرباية. فمسكت العصير وعملت نفس اللي هو بتزحلق من ايديها وقالت اوه فوقع على فستان البنت الحلوة دي. سوجين طبعا اتجمدت مكانها. فالمساعد زعق فيها وقال لها انسة لين كيف يمكنك فعل ذلك؟ قالت له عذرا لقد انزلقت من يدي. ابتسمت سوجين بانزعاج وقالت شعرت دائما ان حافة التنورة تشكل انزعاجا كبيرا. ومسكت حافة التنورة ومزقتها. طبعا البنات اتخضوا من فعلتها والمساعد قال لها احسنتي. والفستان هنا اتفتح وبقى ستايل اجمل بكتير. فحذرتهم سوجين قبل ما تمشي وقالت لهم يمكنكم ان تفعلوا ما تريدون لكن لا تقفوا في طريقي وانا املأ معدتي. البت دي انا. وفي اللحظه دي كان المساعد عايز ياخد انتقام سوجين. فالنادل كان وراه قام هو زقق الصينيه ووقعت العصير كله على فستان البنت دي. وفضل يعتذر لها ان هو مش قصده وكده. فهي اتعصبت وقالت له شين ما انت تعتقد نفسك. وقام نزلت بالقلم على وش اديته حته قلم. فسوجين هنا اتخضت والتانية مشيت وهي متعصبة. فحبت سوجين تطمن عليه وقالت له مساعد شين هل انت بخير؟ ضحك كده عشان يخبي كسوفه وقال لها اذا لم احصل على صفعة منها فان هذا الامر لن ينتهي ابدا. هي الابنة الوحيدة لرئيسة مجموعة لين. طبعا عشان النفوس اصلها فلوس قاعد يفكر انا خدت الضربة دي باجل العمل يا ترى قد ايه هاخد مكافأة من السيد لشين. مفيش حاجة لوجه الله ابدا. فسوجين قالت له لازم تروح للدكتور. قال لها لا انا احط تلج وابقى كويس. وبعد كده استغربت انت ليه سعيد قوي كده ان انت اتضربت. وبعدها بلحظات الرجاله والعرسان اتلهفوا عليها. وواحد قال لها تعالي ارقصي معايا والتاني يقول لها تعالي نتقابل في حته. فقالت له لا انا اسفه مشغوله يعني مش بعرف ارقص اصلا. فاقترحوا عليها ان هم يعلموها الرقص ويعني اهتمام اوفر. مين اللي كان واقف بقى وراها؟ لشين. ونار الغير اكلت قلبه. وهي يعني كانت مبتسمه ومنشكحه كده لغايه ما هو سحبها من ايديها بقوه بمعنى البنت دي بتاعتي. وطبعا بعد ما كلهم شافوا كده عرفوا ان هي فتاة لشين فقرروا يبعدوا. هي سحبت ايديها وقالت له في ايه؟ اسمح لي ان اذهب. رد عليها ومتنرفز كنت قد غادرت للتو لفتره من الوقت وجاء اليك سرب من المزعجين. متى حدث ذلك؟ هنا بقى هي فقدت زمام اعصابها وصرخت فيه وقالت له هل هناك خطأ؟ لكن انت سيد هو لديك بالفعل خطيبة. لماذا تحاول استفزازي؟ اتركني لا اريد ان اكون جزءا من مقلبة. هو استغرب قال خطيبة من هي تلك؟ اعمل نفسك عبيط. سحبت ايديها واشارت لي على صدره وقالت له هل ما زلت تتباهى؟ كانت واقفة ومتعصبة وبتفكر أنا في الواقع مع مثل هذا الشخص اللعين. اتعصبت ودفعته لورا وقالت له أجرؤ على فعل أي شيء لكني لا أجرؤ على أن أكون عشيقة. هولي شين أيها الحسالة ابتعد عني. كوين وهتفضل طول عمرها كوين. وحاول يبرر ومسك إيديها وقال لها لا انتظري. لكن هي صرخت واديته بالقلم وقالت له اتركني دعني أذهب. فزرت اليوم كم مرة خد قلم منها. الصفعة كانت شديدة شوية فخده أحمر وهي حست هنا يعني يا رب الأرض تنشق وتبلعني. لو قدام الناس كلها صفعته بالقلم. قالت يا إلهي ماذا فعلت؟ علي الهروب في الحال. وخدت بعضها وفلسعت. ومن الكسوف والعصبية قال لهم إلى ماذا تنظروا؟ يسعدني أن أسمح لها بصفعة على وجهي. هل لديكم اعتراضات؟ طب والله كيوت. وبعد كده سابه وهو متعصب له الروح الرياضية اللي عنده. فأختها جريت وراه قالت له سيد هو أعرف سبب رد فعل أختي القوي اتجاه العشيقة. فهو وقف مكانه بعد كده بص لها بطرف عينيه وقال لها ماذا قلتي؟ حاولت تتمسكن وقالت له والدة أختي الحقيقية لقد خانتها عندما كانت صغيرة جدا وأصبحت عشيقة رجل متزوج. اكتشفها والدي فيما بعد. ضربها والدي وطردها من عائلة سوء ولم يسمح لها برؤية أختي مرة أخرى. كانت أختي دائما تخجل من والدتها ولهذا السبب تكره العشيقة بشدة ولكن مثل الأم مثل الابنة.
انت متاكده ما بتتكلميش عن امك انت؟ فهو قال لها بقدر ما اعرفه ان الحقيقه تختلف تماما عما قلتيه. وبعد كده ابتسم وقال لها سمعت ان الفرق بين عمرك واختك 6 اشهر فقط. هنا هي اتوترت وقالت له ذلك لان والدة خالتها عندما كانت حاملا بها، عندما كان والدي حزينا التقى بوالدتي وساعدته على التعافي. كتف ايديه وبص لها بشق وقال لها والدتك رائعه حقا، كانت تعرف انه رجل متزوج وكانت تريح راحه رائعه على السرير. أوه. هي هنا بكت وقالت له هي التي قالت في الواقع مثل هذه الاشياء الدنيئه؟ قد كانت اختي تكرهني دائما وامي لابد انها قالت الكثير من الاشياء السيئه عنا. ادها ظهره ودرفع ايديه بمعنى خراسه وقال لها صحيح ان سو جين هوان تكرهك لكنها ليست مثلك، تسرسل دائما مع الاخرين. فالثانيه اتعصبت وقالت له انت لست كذلك، لقد اسأت فهمي اللعنه. من وراء جه الراجل الغلبان وقال لها تشينغوان اذا انت هنا ما خطبك، انت لا تبدين بحاله جيده. حضرت ايديه وابتسمت له بكذبايه وقالت له انا بخير فلنذهب للرقص. طبعا عشان عينيها ما يملاش الا التراب كانت بتقول يا ريتني ليشين هو اللي في دراعي دلوقتي. وكل الامور دي كانت ام ليشين بعتة واحده بتراقبه وعرفت كل حاجه واكتشفت ان العنكبوت النونو اتعلق قلبه بحبوبه. وفعلا من ساعه ما سابها عقله اتلخبط لخبطوطه وفضل يدور عليها اين ذهبت، وكان قلقان لغايه لقاها واقفه كده مع نفسها سرحانه وبصه من على المحيط. وهنا ليشين اكتشف ان في حاجه اجمل من القمر، فراح لها وحط الجاكيت على كتافها لانها كانت بردانه وقال لها ليس لدي خطيبه، لم يكن لدي ابدا، لمن استمعت بنشر هذه الشائعات؟ كان الغلبان يعني بيقول لنفسه ده انا من ساعه ما عرفتك بجري وراكي، اتعرفت امتى على اشخاص اخرين. هي ضمت الجاكيت لجسمها وقالت له لا تحتاج الى شرح ذلك لي، على اي حال بعد النزول من القارب سيعود الاشخاص من عوالم مختلفه الى منازلهم. صدقتي اوفر، ما تتجوزيه وتبقوا انتوا الاتنين من عالم واحد. هو رفض يصدق الكلام ده وسحبها ناحيته وقال لها أليس هذا كافيا؟ لقد شرحت لك الامر بهذه الطريقه، الا يكفي ان اظهر لك انني اهتم بك للغايه؟ جاب اخره وقال لها اذا اخبريني ما الذي علي ان افعله. هي اتخضت من رده الفعل دي وقالت له انت لا، وفضلت تعمل كده يعني. هو سكتها بقبلة مباغتة كالعادة. فالزورة رقم 2 كم مرة بسها بوسة زي كده. هنا وقع الجاكيت بس هي ما بعدتهوش وعاشوا قبلة حلوة مع بعضيهم وعينيها كانت مليانة قلوب وتقول انا اختنق. كان بيبوسها يعني بطريقه اوفر. حطت ايديه على كتافه وبعد كده هو فصل القبله وكانوا الاتنين باصين لبعض باحراج شديد. قعدت تقول له هولي شين، غمض عينيه وقال لها اليس هذا كافيا؟ قصدك ايه؟ قام البنت الخلبوسه تقول له هذا لا يكفي، لقد جرحتني كثيرا. انت عايز اكتر من البوسه اللي خنقك فيها ايه؟ قرب منها وقال لها بنبره حلوه اريد فقط ان اؤلمك. وبعد كده عض خدودها فبعدته وقالت له اوه يؤلمني. كانت محرجه بتقول له انت رجل كلب، هل انت كلب؟ انت تعض بشده. وحست ان هو بيعمل كده منافسه، قام عفصت خدوده الاتنين على بعض واديته هي بوسه المره دي. طبعا هو اتصدم مش عشان هي بسته لان هي عضته. بعد كده بقى يحط ايده على بقه قال ماذا؟ بعد كده هل انت سعيده؟ طلعت له لسانها وقالت لقد عضتني اولا. ايه الاطفال دول؟ وبعد كده سابته ومشيت وقالت له فقد اهدأ هنا وتذكر ان تسرع، سادخل وانتظرك لنرقص. هو كان مبتسم وحاطط ايده على العضه وزي المراهق بالظبط. بعد كده قال لطيفه اذا احتفظت بها لفتره اطول فسوف اتحول لمجنون. سند ايده على طرف السفينه وقال سوجين هوان فقد العبي دور الهاربه الان، اذا واصلت اشعال النار دون اطفائها فلن يدوم الامان وقتا طويل. دخل القاعه كانت نازله وهي بتفكر لم اشبع، ساتناول بعض الطعام بسرعه، لكنه ما ادهاش فرصه ومسكها من خصرها من ورا وقال لها هل هو لذيذ؟ خد البسكوتيه اللي كانت ماسكاها واكلها وكان شكله يعني وسيم. فقالت له انت اذهب وتناول الطعام بنفسك. كل الرومانتيكيه دي كانت بتشوفها مامته من على كاميرات المراقبه وكان باين عليها من ملابسها انها ست عندها مراهقه متاخره شويه. كانت الاخت سوجين ماشيه مع مساعده السيده هو وبتقول لها رجلي اتلوت عايزه اقعد ارتاح شويه. بعد كده اتصدمت ان السيده هو قدامها فسلمت بادب عليها والتانيه قالت لها خذي مقعدا. قعدوا قصاد بعض وقالت جوه نفسها يا انها تستحق ان تكون سيده مشهوره بهالتها القويه. فسالتها السيده هو هذه الفتاه هل هي اختك؟ صدمت وقالت جوين سيدتي هي اختي غير الشقيقه. سالتها السيده هو ان باباكي طردها من المنزل بسبب خيانتها صحيح؟ الثانيه قالت اجل كنت صغيره الى ذاك ولم اكن اعرف شيئا عن شؤون الكبار، ولما كبرت سمعت من الخدم المسنين في المنزل ان الامر يبدو كذلك. الثانيه تعصبت وقالت كيف يمكن لفتاه جيده ان يكون لها مثل هذه الام؟ امراه مخزيه، ابنتها لا تستحق ان تتفق مع ابني. فالتانية نقزت وقالت سيدتي انا على استعداد لخدمتك، هو انا كلبة. لكن الامك هنا كانت جايباها عشان تقول لها ابعدي عن ابني شاو الواد اللي هي لف عليه ده. فاشارت لمساعدتها وهي بتكمل وبتقول لها ان طفلها التاني اللي هي بنته انطوائي ولا اريد ان يتعرض للاذى ويجب عليك ايضا انهاء العلاقة معه في اقرب وقت. فالتانية كانت عايزة توضح وتقول لها سيدتي في الواقع انا والاخ شوين لسنا
قبل ما تكمل المساعده قالت لها يلا عشان الست عايزه ترتاح، وطردتها بره وقفلت الباب في وشها. فالتانيه قالت لها سيدتي من فضلك صدقيني نحن مجرد اصدقاء. بعد ما اتطردت قالت بغل بغيضه مدبره منزل صغيره تتجرأ علي؟ عندما اتزوج سيدك الشاب يمكنني ببساطه طردك. هي بتمشي سمعت صوت واحده بتقول لها يا انت تسد الطريق تنحي. وكانت البنت دي اللي بتمشي بتروح اي مكان تقول انا خطيبه ليشين انا خطيبه ليشين. فالتانيه حبت تتودد لها وقالت لها انسه لين انت مشرقه وجميله جدا اليوم، الفستان يناسبك، انت وليشين مناسبين لبعضكما. وقعدت تتملق لها. فالتانيه ضحكت قالت هل تعتقدي حقا اننا ثنائي؟ بعد كده نبرتها اتغيرت لما قالت لها لكن المراه التي معه الان هي اختك الطيبه صحيح؟ التانية اتخضت وقالت لها هي وانا لم نولد من نفس الام يا انسه، انها عدوتنا المشتركه، عدو صديقي فلنكن اصدقاء. التانية بصت لها بغل وقالت لها تريدين ان تكون صديقتي؟ وقامت زقها من على السلم زقه وقعتها على الارض احسن. شنجوان نزلت تصرخ والتانية قالت لها بنبره كلها كده هل تظن انك تستحقين ان تكون صديقتي؟ انت تحلمي فقط. دي طلعتش حربايه، دي طلعت تعبان كبرى. شنجوان فضلت تصرخ من الالم لغايه ما جه ليشين واختها وقعدت تقول يؤلمني قدمي تؤلمني. فراحت لها سوجين وهي قلقانه قالت لها ما الذي يحدث معك؟ فضلت تبكي وتتمسكن وتقول لقد لويت كاحلي، لقد فقدت توازني وسقطت عن الدرج. طبعا ما رضيتش تقول ان التانية زقتها عشان تعمل دراما قدام ليشين. فاختها قالت لها هل سقطتي بمفردك ام تم دفعك الى الاسفل؟ فكرت كده لما شافت لين بتمشي، فكرت جوه نفسها لقد قلت لك لا تتعاملي مع هؤلاء الفتيات الاثرياء والساده الشباب. بدت التانية تبكي وتقول قدمي وجعاني. فمدت لها سوجين ايديها قالت لها حسن انهضي بسرعه. او منتها من الارض. سوجين قالت لها انت بخير؟ قالت لها اوتش اشعر بالالم. كانت شايفه ان دي فرصه عظيمه تتمسكن قدام ليشين. فعلا عملت كده، اول ما خدت خطوه عملت نفسها بتقع علشان تقع في حضن ليشين، لكن هو بعد ورا ووقعت على بوزها. سوجين اتخضت قالت لها انت ممكن تكوني اكثر وقاحه من كده في ايه؟ التاني رفع ايده ببراءه وقال انا لم المسها. سوجين هنا مسيطره امشيك مسطره. والتانية فضلت تبكي ان هو بيوجعها جسمها كله بقى المره دي. فجه بقى شواو وفضل يركض ناحيتها وقال لها انت بخير؟ لما تبكي؟ قعدت تقول له انا اتالم كثيرا. فليشين قال له يا اخي انت لا تعلم ما حدث لتو، هذه المراه ليست بهذه البساطه التي تظنها، انها ليست مناسبه لك. شاو هنا اتعصب وقال له انا اعلم جيدا هل هي مناسبه لي ام لا، يعني مالكش دعوه انت. وبعد كده خد البت الحربايه معاه ومشيوا. التانية كانت واقفه وقالت اداء تشونجوان التمثيلي رائع حقا، انها رقيقه كالخروف الصغير امام الرجال. اتعلمي يا اختي اتعلمي، كل ما تبص على راجل تديله بالقلم. وبعد كده بصت لليشين وقالت له اخوك الاكبر لديه ذوق خاص حقا. التاني ضغط على ايديه بغضب وقال اخي الاكبر يعاني من الاكتئاب، يعاني من العبط قصدك. سوجين هي اتخضت وقالت له ازاي يعني؟ دي عيله غنيه وعندهم املاك وقصور وابنهم بيتعامل احسن معامله، ايه اللي يجيب له اكتئاب ده؟ دلع. هنا ليشين ما ردش عليها بس مسك ايديها وقال لها اتبعيني. قالت له هنروح فين؟ ما ردش عليها لغايه ما قالت له لا استطيع الذهاب معك، لم اجد حل لمشكله المتبرع. قالت كده جوه نفسها. وهو اصر وقال لها ليس الامر متروكا لك، وخدها من خصرها وشالها على كتافه زي شوال الذره. فهي فضلت تصرخ وتقول له ليشين ماذا تفعل؟ وعلى ما يبدو كان في لمسة ايد في مكان خاطئ وقال لها لا تتحركي والا سارميكي في الماء في البحر لاطعام اسماك القرش. هي لفت له مخضوضه وقالت له انت في الواقع؟ قال لها انا. فضلت ترفرف برجليها عشان تنزل وهو طبعا تجاهلها لغايه ما وداها في حته كده. قالت له ليشين ايها الوغد انت مزعج للغايه. مسك ايديها وسحبها بالقوه. طبعا زي ما عارفين هو بيسكتها ازاي؟ بالقبله اكيد. وتحت القمر كان في قبلات رومانتيكيه بينها وبينه، ونقول يا رب اوعد كل مشتاق. وهو هنا فضل يباشر، هي بتقول له انتظر ليشين. كانت عينيه دبلانه. بقول لها سوجين لا اريد ان اتحمل هذا بعد الان. فهي فكرت جوه نفسها كانت تلك الليله مجرد قصه حب عابره، لم تكن بيننا اي علاقه على الاطلاق، فلماذا ظن بي؟ ما كانتش قادره تستمر معاه لان اخوها في المستشفى مش فاضي للكلام ده. هو عضدها بقوه فتعصبت ودفعته عنها. قالت له ماذا تفعل؟ حاولت تهرب وتجري منه وقالت له ليشين خد اليخت للخلف. ليشين الخبيث كان واخدها ليخت خاص عشان يبقوا هما الاثنين سوا، وقال لها انا وانت فقط هنا، اذا اجبرتك على ذلك هل تعتقدين انك ستتمكنين من الهروب؟ لا انا كنت هبدا احبك، ما تخليش خلاياك الحيوانات تظهر. وبعد كده بحلق فيها بعيون حد وقال لها سوجين هوان انت ساذجه جدا لكني احب ذلك. هي حست بالخوف والقلق وقالت له اذا تجرأت علي ساقفز من هنا. بصله بتحدي وبتقول لنفسها لا يمكن لاحد ان يجبرني على فعل شيء لا اريد القيام به. ابتسم بسخريه وقال لها انت تقفزي اذا كان لديك الشجاعه اقفزي، لا تلومني لعدم تذكيرك، هناك اسماك قرش في المياه المحيطه. جاوبت عليه بحده لا داعي لتخويفي، وكانت عارفه لو في اسماء قرش مش هيكون البحر هادي بينهم حواليهم. فخد خطوه نحوها وقال لها نعم انا احاول تخويفك، هل ستجرؤين على القفز؟
إن لم تجرؤي فتعالى إلى هنا مطيعة، أنت بحاجة إلى المال أليس كذلك؟ أستطيع إعطائك ما تشائين. هي اتخضت من وقحته وقالت له هولي شين هل تقوم بالتحقيق عني؟ هو جاوب عليها بحدة وقال لها اعتقدت أن الجميع يعرفون بشأنك. كمل بنفس الحدة وقال لها لماذا يتوجب عليك أن تتحملي كل هذه المشقة وحدك؟ سوجين طالما أنك توافقي احتياجاتك هي احتياجاتي والتنمر عليك هو التنمر علي. هو كلام محترم بس انت حضرتك عايز تشتريها بالفلوس. فضلت بصله بتركيز لكن جوه نفسها بتقول يا له من وعد جميل اي امرأة ستتأثر به، لكن ابتسمت بسخرية وقالت له اوه هولي شين لقد كنت دائما طفل محظوظ منذ ان كنت صغيرا، هل تعتقد ان الاخرين ليس لديهم الحق في رفضك؟ جو البنت القوية. هو تعصب هنا هو زي الطفل وقال لها اليس هذا كافيا؟ ماذا تريدين مني ايضا؟ لم اشعر بهذه الطريقة تجاه اي امرأة اخرى، انت الوحيدة. مشاعرك نعمل لك ايه يعني؟ هنا هي غمضت عينيها والابتسامة شقت وشها وقالت له نعم ثم اشكرني لانني قدمت لك تجربة حية مثيرة للاهتمام. وفي اللحظة دي رمت المجنونة نفسها في المية وتحت صدمته قعد ينادي عليها يقول لها سوجين، وكمل بقلق كبير وقال لها اللعنة عليك لقد قلت لك ان هناك اسماء قرش في هذا البحر. وننتهي بجو البنت الغبية اللي ضحت بحياتها علشان تهرب منه، ولو ما فيش اسماء قرش في بحر عميق يعني. وقفنا المرة اللي فاتت لما سوجين قررت تعمل فيها سمكة وتنتحر في المية، ما كانتش مصدقاه لما قال لها ان في اسماك قرش جوه المية، وتعصب جدا وقال لها يا الهي سوجين كيف امكانك فعلها؟ ليس لديك الحق. ما انت يا حبيبي كنت عايز تعمل معاها الرذيلة غصبا. هي بقى جوه البحر كانت سادة نفسها وتفكر وهي بتبص على سفينة الرحلات البحرية ان هي بعد على خطوة منها وهتطلع، لكن وهي بتحاول تعوم لقت رجليها مشبوكة في طحالب من تحت شداها، فقالت لا كده انا هموت عليا ان اتحرر، وفضلت تصرخ جوه الميه. طبعا نفسها اتكتم وحست ان هي خلاص مش قادره تكتب نفسها قاعد كده. واللحظه دي اكتشفت ان هي غبيه ومش سمكه تقدر تعوم جوه البحر، وقالت هل يمكن ان يكون هل سأموت هنا؟ كانت مخنوقة ومش قادرة، لكن فتحت عينيها فجأة لما لاشين مسك خدودها وقام بايسها. طب هي مخنوقة اصلا تخنقها اكتر، استغلال الفرصة حتى وهي بتموت. وبعد ما اديها القبلة نزل عند رجليها يفك اعشاب البحر عن رجليها وانهى مهمته وخدها من خصرها وطلعوا بره المية. اول ما طلعت حاولت تاخد نفس، طبعا كانت مخنوقة تحت وقعدت زي الكلبوبة الغلطانة وما قدرتش تتكلم، طبعا اللي عملته عبط. وبعد ما خدت نفسها وارتاحت جالها لحظة ادراك ان ليشين ما طلعش من المية، فصرخت وقالت هو ليشين اين انت؟ وعيطت وبربرت قولي شين لا تخيفني تعالى بسرعة. فضلت تنادي ولا حياة لمن ينادي. حطت ايدها على بقها اين انت؟ رجاء يجب ان اكرهه قولي شين البغيض لكنه انقذني مرارا وتكرارا. ومسكت بقى فستانها وكانت هتنزل هي كمان تنقذه ولف بينا يا دنيا بقى. قالت هولي شين من فضلك لا تقع في مشكلة، انتظرني اريد ان اذهب اليك ايضا. يا هندية يا هندية. بس هولي شين باين ما كانش عايز دراما وشغل هندي، فقام رفع ايديه وخرج من المية. وهي قالت له هولي شين هل انت بخير؟ اول ما خرج من الميه ضربته على صدره وهي بتبكي ايها الشرير اين كنت؟ لكن جعلتني اقرق حتى الموت. مسك هو ايديها وقال لها يبدو انك قلقه علي ايضا، ظننت انك قاسيه جدا ولا تبالي بي. هي بعدت عينيها بانكار وقالت له انا قلقانه؟ لا طبعا، كل ما في الامر ماذا سافعل اذا مت وانا وحدي هنا؟ وما استحملش الكياتة بتاعتها وقام خانقها للمره المليون. ما تتعظ بقى يعني كنتوا هتموتوا انتوا الاتنين من شويه. طبعا هي خجلت وحست ان هي هتذوب فقالت له هولي شين انت، وبعد كده قامت عاطسه في وشه. هو لحظتها بص على رجليها ولقاها مجروحه، فقام شايلها زي البطل بين ايديه وقال لها يوجد حمام وملابس في غرفه الضيوف على متن القارب، اذهبي وقومي بالتغيير. دخلت الاوضه الدافيه بقى وكانت بترتعش من البرد وبتعطس بان جاي لها برد. هو قرب منها ومسح على شفايفها وقال لها هذا دواء خافض للحراره تناوليه. اداها الميه باهتمام وقال لها اشربي المزيد من الماء الدافئ يا عزيزتي. والله رومانسي يعني. وهي مش وش ناعمه قام خدت الميه بعنف وقالت له لا تعاملني كحيوانك الاليف. هو استغرب منها عدوة الرومانسية دي وقال لها كيف يمكنك أن يكون لديك مثل هذه الفكرة الغريبة؟ فبصت له بحدة وقالت له أليس هذه هي الحيلة التي يستخدمها الأثرياء معاملة النساء كالألعاب؟ وهو قرب منها وحضنها وضحك يعني وقال لها لديك خيال غني جدا. قالت له لا يا حبيبي انا مش عبيطه وبفكر باي حاجه، انت كثير النسيان، ما قلته في الملهى الليلي تم نسيانه بسرعه كبيره اليس كذلك؟ قصدها هشتريكي بالفلوس. فهو اتفاجئ ايه؟ قال لها ماذا قلت؟ هي ما حبتش تتجادل معاه واديته ظهرها بغضب. قالت له اسكت. هو باين انه عبيط فعلا وقال لها ماذا قلتي حتى تغضبي هكذا؟ وبعد كده اتفاجئ لما اتكورت على نفسها زي الباندا ونامت، وجوه نفسه قعد يسخر منها يقول لقد لفت نفسها في اللحاف مثل اليرقه، قصدك ان هي دوده يعني. وشاف ان هي لطيفه وكيوت. وبعد ما خلص ده خد هدومها عشان يغسلها، كان واقف قدام الحوض ماسك فستانها الصغنطوط ده وبص كده لقى ان حجمها صغير جدا، فخدته احمرت وحس ان هو خلاص هيتجنن من البنت دي. قد يكون راودته بعض الافكار المخله، قعد يشتم في نفسه يقول انت بتفكر في ايه؟ انت واخده حقا.
خلص الغسيل وبعد كده وقف قدامها وهي كانت في سابع النومة وقال لها لقد نمت بدون اي دفاع وتثقين بي كثيرا. قرب منها ومسح على خدودها بلطف. يجب ان اعلمك درسا. يعني ده جازة ان هي وثقت ونامت. اول ما قرب منها وشم ريحتها حس خلاص لا ابقى انسان كويس وبعد عنها. كلمها على اساس ان هي سمعه وقال لها لننسى الامر، يبدو انني لا استطيع الوثوق بنفسي. عارف نفسه حيوان وذئب بشري. وهي بعد ما نامت وشبعت نوم قامت وقالت كام الساعه. بصت يمين شمال وما لقيتش هولي شين، واحسن برضه عشان ما تعرفش هو كان بيفكر في ايه. في بيت عيلتها بقى اختها كانت قاعده مع الواد الطيوب ده وماسك ايديها بيقول لها عزيزتي. هي بصت له بعيون بريئه وبتفكر جوه نفسها يا للاسف سمعت مجددا ان تشاو ابن المتبني سيكون من الرائع لو كانت تشاو الابن البيولوجي لعائلة هو. فعملت نفسها حزينة وبتبكي وقالت له لدي شيء أريد إخبارك به. تشاو دعنا ننفصل. الولد اتصعق وقال ألم نكن بخير دائما؟ قلت أنني سأتزوجك وأكون مسؤولا عنك. مسحت دموعها زي التماسيح وقالت له ألا تفهم نحن من عالمين مختلفين، أنا لا أستحقك، من فضلك دعني أذهب. مسك دراعتها وسألها وهو مخضوض هل أخبرتك عائلتي بشيء؟ فبصت له كأني أنا راضية بحياتي وقالت له لقد تعرفت للتو على مكانتي الحقيقية. تشاو أتمنى لك السعادة في المستقبل. انسحب إيديها وجارية بحزن وهو قعد ينادي عليها وهي سابته. فدخلت البيت وهي مبسوطة ومتدندن ومامتها قالت لها ماذا حدث؟ قعدت على الكنبة مسترخية وقالت لها أمي ألا تريدنني أن أتزوج من عائلة ثرية؟ سيتحقق حلمك قريبا. أمي فرحت وانشكحت وقالت لها حقا؟ هل أنت وهولي شين نجح بينكم الأمر؟ حطت إيديها تحت دقنها وفكرت ليس الأمر كذلك، أحتاج لبعض الوقت. مامتها فرحت بيها والتانية كملت وقالت السيدة هو تكره سوجين شدة وقد قالت لي بالفعل أنه طالما أساعدها في تفريقهما فلن تظلمني. إذا تمكنت من مساعدتها في التخلص من سوجين فإنها ستوافق بالتأكيد على أن تسمح لي أن أكون مع هولي شين. أحلام العبط. فمامتها بقى عبيطة زيها وصدقتها وفرحت وقالت لها يا إلهي أنت عظيمة جدا، أنت بالفعل ابنتي. ماذا قالت أمك؟ ابنتي ستكون سيدة ثرية ويمكنني أن أصبح سيدة مشهورة أيضا. البنت كانت خبز الدنيا كلها فيها وهي بتقول السعادة هي شيء يجب عليك أن تقاتلي من أجله بنفسك، لذا بالطبع أريد أن أكون أفضل من معلمتي. أحتاج إلى التفكير في فكرة جيدة نقتل بها عصفورين بحجر واحد. المفروض نضرب معها، هي عايزة تقتلهم خالص. سوجين بقى في اليخت صحيت من النوم وقعدت تفكر مع نفسها هولي شين كان بيعمل امبارح واختفى راح فين. فوهي بتفكر في ده جالها وقال لها استيقظتي؟ لابد أنك جائعة، لقد أعددت بعض العصيدة يمكنك تناولها. فهي استغربت وقالت له أنت بتعرف تعمل عصيدة؟ قال لها يعني دوقي يلا. فضلت مبحلقة في العصيدة دي وشك في الأمر فقال لها يا ست أنا مش هسممك كليها. وغضب وقال لها هذه أول تجربة لي في الطبخ، أنت جرأت على إظهار الازدراء فسأرميكي في البحر لإطعام السمك. روح الرياضية زيرو. وهي حطت ايديها في العصيدة واكلت وكانت حلوة قوي عجباها وقالت لنفسها طبعا راجل فاخر، المكونات بتاعة الاكل فاخرة كمان. هو عبيط وقال لها على ماذا تضحكي؟ هل من المضحك ان اطبخ لك العصيدة؟ قالت له يا عم انت خلقك ضيق كده ليه؟ انا سعيدة جدا، لم يقم احد بتحضير العصيدة لي ابدا عندما كنت مريضة. واكلت منها وهي بتتمزج ولقيتها جميلة جدا وقالت له طعمها في الواقع جيد جدا. وكانت مبسوطة وبتقوله إنها لذيذة، الجمبري مطاطي للغاية وله طعم طازج. هو كتكوت حس بالخجل وقال لها قلت سابقا أنه. هي ما كانتش مهتمة بالكلام فمسك خدودها عشان تبص عليه وقال لها هل ستكونين حبيبتي؟ هي بقى هنا اتفاجئت من الكلام ده وقالت له ماذا؟ هل سمعت خطأ؟ قرب منها أكتر وقال لها سوجين أنا جاد كوني حبيبتي. فهي بصت له بعيون مرتخية وقالت أنا، وكانت بتفكر جوه نفسها هو جاد ولا بيهزر ولا حكايته إيه. وهو هنا اعتبر ان صمتها موافقه وقال لها ان لم تقولي شيئا فسيعتبر ذلك موافقتك. وقام بائسها فجاه يا ابني صف نيتك علشان حتى توافق. اول ما بعد عنها قال لها ماذا هناك؟ فهي هنا بينها هنديه اصلها اصلا وعاشت في الدور وقالت له لقد صدمت كثيرا، لم يكن لدي وقت للتحدث، لا يمكنني، ليا فقريه. هو اتصدم من طاقه الفقر بتاعتها دي وقال لها هل تقصدي رفضي؟ جاوبت عليه بحزن اذا فعلت اي شيء جعلك تعتقد انني مهتمه بك انا اسفه. ساب ايديها واداها ظهره وكان زعلان جدا فقالت يجب ان يكون غاضبا. ولما سابها ومشي قامت تسف فستانها اللي نظفه لها وغسله لها ونشره لها وقالت جوه نفسها لابد انه يكرهني حتى الموت لانه فقد ماء وجهه بعد سماع ما قلته. بصت على ملابسها ولقت قطعه مش موجوده فافتكرت اللي هي طارت مع الهوا وكانت هتشوفها في البحر، لكن سمعته وهو بيصرخ من ورا سوجين فاتخضت وقالت له في ايه. هو افتكرها اللي هي هترمي نفسها من جديد وقال لها ماذا تفعلي؟ كمل صراخ عليها وقال لها هل يمكنك الهروب مني بالقفز في البحر؟ انت ضعيفه جدا واصبت بالحمى الليله الماضيه، هل تحاولي الانتحار؟
الله يا اوفر. فهي هنا ضحكت وقالت له هل تعتقد انني اريد القفز في البحر؟ هل ابدو يائسه لهذه الدرجه؟ وهو كان واخد موقف منها وقال لها على اي حال اذا كنت لا تريدين رؤيتي فقد قوليها، انا هولي شين لم اجبر احد علي من قبل. هي حست هنا ان هي هتخسره فقالت له اوه انها ليست مشكلتك، انها باقي ملابسي لا اجدهم. هو فاكرها تتهزأ منه وقال لها هل تعتقدين انني اخفيت ملابسك الداخليه؟ ايه اللي بتقول ده؟ كمل هو محموق. ماذا انا في رايك؟ هنا هي شهقت واتخضت وخجلت وقالت له هذا لم اقصد ذلك. تفكيرها مش منحرف زيه. كان هو سحب ايديها ودخلها وقال لها لا تقلقي، حتى لو اردت ذلك ساطلبه منك شخصيا فقط. طلبت من خادمه الغرف ان يجدوها ويحضروها لك. بعدها بشويه اخيرا وصلوا للشاطئ، وهي كانت حاسه ان ليله امبارح دي كانها شهور عدت. علشان بطلنا جنتلمان حط جاكيته على كتفها وقال لها الجو عاصف هنا ساخذك الى المشفى. فهي قالت له مفيش داعي وشكرا ليك، خلاص بقى سيبني في حالي. وكانت بتفكر جوه نفسها نزلنا وتفرقنا، نظرا لانني لا اريد التفاعل معه كثيرا فيذهب كل منا في طريقه المنفصل. اما هو كان واقف وراها ومتعصب يفكر هذه المراه تعرف حقا كيف تجعل الناس غاضبين. سوجين هل انت بارده وغير مباليه الى هذا الحد؟ بيتمنى جوه نفسه بيقول ارجعي الى الوراء سوجين، طالما انك تنظرين الى الوراء ساترك كل شيء واسرع لاعانقك. لكن سوجين ما اهتمتش ودخلت العربيه وما بصتش وراها ومشي. وهو هنا اتعصب جدا وقال لها سوجين ألديك الشجاعه؟ اذا عدت اليك مره اخرى ساكون كلبا. نشوفك قد كلمتك ولا لا؟ هي بقى كانت جوه العربيه وبتبص عليه وتقول لنفسها لو لم يكن اخي مريضا لما كنت ترددت ابدا. لابد ان شويوان لا يزال على حافه الحياه والموت. كيف يمكنني ان اجرؤ ان اسمح لنفسي ان اقع في الحب؟ ومسحت الدمعه اللي فرت من عينيها وقالت الان يجب ان اعتني بقلبي، ليس لدي الطاقه لاتحمل فرحه أو ألم الحب، لا أستطيع الانهيار الآن. روحت بيتها المسكينة وهي حاسة بالإرهاق الشديد، وأول ما دخلت لقيت مرات أبوها قاعدة مع صاحبتها فلقحوا عليها بالكلام وقالت من الصعب جدا السيطرة على الفتيات هذه الأيام، لا يعودون إلى المنزل إلا ليلا فقط بل يرتدون ملابس رجالية عند عودتهم أيضا. وكملت مرات الأب وقالت كيف يمكنني كزوجة أب أن أجرؤ على السؤال عن هذا حتى؟ لكن وهي ماشية قابلت أختها الحرباية وسألتها لمن هذا المعطف الذي ترتدينه؟ يا أختي لقد نصحتك منذ زمن ألا تعبثي مع هؤلاء الرجال المشبوهين، إذا حملتي فلن تعرفي حتى من هو والد الطفل. ليه هي كل البنات شمال زيك؟ فسوجين قالت لها اذهبي بعيدا توقفي على التصرف بجنون امامي. هنا اختها الخبيثه وقعت نفسها على الارض وقعدت تصرخ على اساس سوجين هي اللي ضربتها وقالت بمسكنه اختي انا ههتم بيكي فقط. احبط امها بقى قعدوا يوسوسوا لبعض. لا عيب في مقالته على الفتيات احترام انفسهن وحبهن. تقول ازاي تضربها كده حتى لو ما عجبهاش كلامها، ودي اختها غير الشقيقه بعد كل شيء، والاخت الكبرى دي قاسيه جدا وبلا بلا بلا كتير. لكن الام هنا اتنرفزت وقامت وقالت سوجين لقد ذهبتي بعيدا جدا. كانت محموقه على بنتها قوي وقامت ورفعت ايديها عشان تضرب البنت وقالت حتى لو انتهى بي الامر بان اصبح معروفا بانني زوجة اب شريره ساعلمك درسا اليوم. لكن سوجين الكوين مسكت ايديها وقالت لها فقط حاولي لمسي، لا تظنني انني لن اقاوم. قضت على ايديها بقوه فالست سحبت ايديها واحست بالاعياء وقالت لها انت ليس لديك احترام للكبار وليس لديك اي اخلاق يا طفله، يا زوجة ابيك هي امك، كيف يمكنك ان تكوني حاده وجاحده الى هذا الحد؟ وقفت لهم سوجين ببرد وقالت لها هل تسمي والدتي بهذه العشيقة التي اتهمت الزوجة الأصلية زورا بالخيانة الزوجية من أجل استبدال والدتي البيولوجية؟ دورت على أختها وقالت فارق السن بيني وبينها أقل من نصف عام، أي شخص بذكاء طبيعي يستطيع تخمين ما يحدث أليس كذلك؟ طلعت على السلم وقالت لهم بالطبع إذا كنتم على استعداد للتعامل مع العشيقة ثم ليس لدي ما أقوله. بقى أصحابها سيدات المجتمع قالوا لها سيدتي سو لم أتخيل أنك بهذه الحقارة، لا أظن أننا نصلح لأن أكون صديقة معك، مع السلامة. مرات الأب حاولت توقفهم وتقول لهم دي كدابة وسوء فهم، لكن قالوا لها احنا ما بنتعاملش مع العشيقات الوقحات هذه الأيام. قالوا لها ما تدوروش ولا تكلمينا مرة تانية. وهنا سوجين حست بالفخر قالت هذا ما تستحقينه. كانت اوضتها وجات لها مكالمه مديرها فيها بيقول لها الا ترغبي بالعمل بعد الان؟ لم اراك منذ ايام، لا اظن انك تستطيعين التغيب عن العمل بدون رادع، مش علشان هولي الشين بيدعمك تعملي نفسك فيها فرحوسه كده. فقالت له لا انا طلبت اجازه. قال لها ما فيش اجازه تعالي يلا للشغل. فوصلت للتليفون بغيظ ان البنت اللي طلبت منها تديها الاجازه طنشتها وما عملتش كده، فحست بالحزن والهم لان المصروف اللي كان بيديهولها باباها وقفه، فما قدامهاش حل دلوقتي الا ان هي تشتغل. راحت الملهى الليلي وصاحبتها قعدت تعتذر لها ان هي نسيت تعمل لها الاجازه، وقالت لها صاحبي انفصل عني فكنت في حاله نفسيه مش تمام. كانت سوجين قدام المرايه بتحط الروج وقالت لها هذا شأني الخاص لا استطيع القيام به على اكمل وجه، فكيف الوم الاخرين؟ لا بأس ساذهب للعمل اولا. فصاحبتها قالت لها وداعا اراك لاحقا. بس دي كانت واحده خبيثه وتستس قدمتش الاجازه قصدا ولعبت في شعرها بتقول لا اعرف حقا ما يراه السيد هو فيها، لماذا يحميها هكذا؟ اليس هذا
مجرد جمال من رائع فيها، كانت غيرانة عشان ليشين اختارها، وكل ده كانت سامعاه سوجين من بره. مشيت بقى وهي مش طايقة نفسها ولا طايقة اللي بتشتغل معاهم، وهي غضبانه كده خبطت في حد، فقالت له كن حذرا يا سيدي، وحاولت تسنده وهو قال لها اريد ان اشرب المزيد. الشخص ده كان مين؟ كان تشاو اللي انفصلت عنه اختها، وده اخو ليشين المتبني، وقعد يتسطل ويتمطوح. هي قالت له شاو ما الذي تفعله هنا؟ لماذا انت في هذه الحاله؟ فكرت مع نفسها ان امه ليشين لما شافته في الملجأ لاول مره انجذبت ليه وخدته وتبنته، كل ده علشان عينيه شبه عينيها. فبحلقت فيه كده وقالت انهم حقا متشابهين بعض الشيء، كلاهما لديه عيون العنقاء الجميلة. كيف بقى ما كانش في عقله وقاعد يقول تشينغوان لا تتركيني، أنا أحبك كثيرا، أنا حقا أحبك. فاكر سوجين أختها تشينغوان، فهي بعدته عنها وقالت له سيد هو لقد حصلت على الشخص الخطأ، أنا لست سوجوان، أنا سوجين، اتركني. لكن هو كان في البلالة خالص وقاعد يقول لها تشينغوان لا تغادري، لا تنفصلي عني، وهي تقول له يا عم ابعد عني، أنا الشخص الخطأ، دعني أذهب. كانت بتحاول تزقه عنها لكن هو كان قوي جدا. في نفس الوقت جه الشخص اللي قال لو شفتها مرة تاني هبقى هوهو، وجه يهوهو لها وجالها المكان من غير ما يحس. قعد يقنع نفسه جئت هنا من اجل المتعه وليس للبحث عنها، ولكن فجاه بيلاقي الاتنين في وضع كده قريبين من بعض، فقال لها سوجين. اتخضت وهو كان باصص لها بغضب وقالت له ليشين، وقبل ما تبرر اي حاجه الولد المسطول ده مسكها جامد وقال لها انا معجب بيكي، اريد الزواج منك، عودي الي رجاء. وقالت له ابعد ابعد. طبعا التاني ما فهمش الاحداث من الاول وشافها متلبسه بالوضع ده وكان غضبان وقال اذا هذا هو السبب الذي جعلك ترفضينني؟ لا اهدى. هي قالت له لا اسأت الفهم، الامر ليس كذلك. التاني يسكت، لا قرب منها جامد وقال لها انا استمع اليك، اذا طلبت مني عدم التبرع بنخاع العظام فلن اتبرع. هنا سوجين اتصدمت، قالت له ماذا قلت؟ انت في الاصل كنت ستتبرع بنخاع العظام لطفل مصاب بسرطان الدم؟ حضنها جامد وهو بيقول لها لن اتبرع بعد الان تشوان، لذا لا تتركيني. سوجين حطت ايدها على بقها وبتعيط، انها هو تشاو. اتضح انه المتبرع لهو تشاو، فقد غير رايه بسبب طلب جينغوان. في اللحظه دي جت رجاله من ورا ومسكوه جامد، فهي قالت لهم ماذا تفعل؟ واحد منهم رد عليها وقال لها امر السيد ليشين باخذ شاو بعيدا، لكنها جريت وراهم وقالت لهم لكن انتظروا اسالوا عن عمليه اخوها، وقعدت تترجاهم ان هم يسيبوه، وقعدت تقول المتبرع بالعظام. قبل ما تعمل اي حاجه لقيت هو ليشين واقف قدامها وغضبان وعلى اخره خالص. هي كانت في حاله متنرفزه فيها وقالت هو ليشين رجاء تحرك جانبا، ساشرح لك ذلك لاحقا. بعيد ما حسش بيها ومسك ايدها بقوه وقال لها لن اسمح لك بالاقتراب منها. هي سحبت ايدها بقوه وقالت له عن ماذا تتحدث؟ انت تؤلمني، دعني. الغضب كان متملك منه وقال لها اعتقدت انك ستعامليني بشكل مختلف بعد امس. جاله رجالته من ورا وقالوا له انتهينا، ارسلنا الشيد الشاب الى المنزل. سوجين دفعته عنها قالت له دعني اذهب، هو ليشين لم تسالني حتى عما افكر به. بحلق بها شويه بعد كده مسكها من خصرها وشدها ناحيته وشالها بين ايديه، فقالت له ماذا تفعل؟ يعني ده وقته يعني؟ هو طنشها نهائي وقام واخدها في غرفة للفندق ورماها على السرير، فهي صرخت قالت له ماذا تفعل؟ ولما قرب منها قوي كده اتخضت هي جدا، وهو قال لها لماذا اخي الاكبر؟ واضح ان هو مستاء وغضبان منها جدا. وقفنا المرة اللي فاتت لما ليشين كان عايز يعمل الدنيئة مع سوجين، قالت له ايه ده اللي انت بتعمله ده؟ فقال لها مع اخويا الكبير يا منحطة، والشيطان خلاص كان راكب في دماغه. ولما صحت النوم كان نايم في 70 نومة وبيشخر والدنيا تمام التمام. فتح عينيه وقال ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ فسمع صوت بنت جنبه بتقول له ليشين انت مستيقظ؟ فقام مخضوض قال لين دي خطيبته بالاسم. فقال لها انت بتعملي ايه هنا؟ ابتسمت له بانشكاح وقالت له لقد اتيت لزيارة خالتي، وصادف ان رايت المساعد شين يرسلك الى المنزل، فطلبت مني عمتي الاعتناء بك، كان لديك صداع. هو انفزز من على السرير وقال لها اخرجي من هنا. هي صرخت وقالت له ايه في ايه؟ بعد كده هو اللي ساب الاوضه ومشي. قالت له ليشين انتظر، لكن هو قاعد ينادي على مدبره المنزل. فهي قالت له امرك. حط ايده على راسه بصداع قال لها لا تتصرفي بناء على مبادرتك الخاصه بعد الان، ولا تدخلي لي نساء فضوليات. فهي ابتسمت له كده حسنا سيدي، ولكن لين ليست امراه فضوليه، انها زوجتك المستقبليه التي اختارتها السيده. فقرر ما يبقاش ابن امه وقال انا حر في الزواج من اريد، انا اريد الزواج وهتجوز من اللي انا عاوزها من الاخر. ان لم يكن لدي هذا النوع من الحريه افضل الا اكون عضوا من عائلته هو. فالمدبره قالت له سيدي من فضلك لا تقل مثل هذه الاشياء، السيده سوف تكون غاضبه جدا، انت ابنها البيولوجي وهي قلقه عليك كثيرا. فسابهم ومشي ومديهم حته من الماضي كده وقال لهم عندما كنت صغيرا كنت انا واخي مريضين، لكنها كانت تحرس اخي الاكبر فقط. الان بعد ان كبرت على عكس من ذلك فهي صارمه للغايه. فالمربيه قالت له لا ان ده مش صح. قال لها بس بت، وقفل الباب ومشي.
طبعا الحاجة كانت مهتمية بابنها الكبير وقعدت جنبه، طفل الضعيف المريض كيف حاله كده. بصت للمربية وقالت لها هل حقا قال ليشين ذلك؟ انت لحقتي فتنتي؟ التانية اخفضت عينها بحزن وقالت وقال السيد ايضا ان لم يكن لديك حتى القليل من الحرية فانه يفضل عدم ان يكون عضو من عائلته. الفتنة اتعصبت وضغطت على ايدين ابنها التاني وقالت من لا يريد الحرية؟ انا ايضا اريد الحرية، لقد اعطته عائلته كل شيء، لذلك كان عليه ان يأخذ العائلة في عين الاعتبار عندما يتعلق الامر بالزواج، والا فانك سوف تكون اللقيط الجاحد لعائلته. وبعد كده حست من الصداع من عيالها وقالت اعلم انه بدأ للتو بالوقوع في الحب، كرجل من الطبيعي ان يمر بفترات عاطفية غير ناضجة ومندفعة. وبعد كده طلبت من مدبرة المنزل اللي هي تروح تهدي لين وعشان ابوها مصمم على الجواز مش عايزين يضيعوا العريس. قالت لها نعم، ماذا عن السيد الشاب؟ فردت الام ان اراد الحريه فعليه ان يجرب الهرب مني، كيف يكون الامر بهذه السهوله؟ كل ده بقى كان سامعه لشين من بره. كده خدتنا في دوخه، انت اصلا هربت من البيت ولا البيت هربت منك ازاي؟ المهم هو راح متعصب وقال اين هو شين بنجي؟ فالتاني قال له سيد الشاب لقد صنعت لك القهوه. التاني كان متعصب وقال له لقد كنت انت الذي اخذني الى المنزل الامس، ضعها اولا ثم تعالى وتقاتل مع السيد الشاب. ده المساعد بتاعه. فقال له ليه انا ما عملتش حاجه، ليه عايز تعمل فيا كده؟ كان ليشين عايز ياخد منه اعترافات حصل ايه ليله امبارح. فالتاني خاف وقال له خلاص انا هقولك على كل حاجه. وقبل ما يعترف جات له مكالمه تليفون مهمه، فقال له سيدي انتظر لحظه. بعد كده اتصدم وقال له سيدي لقد حدث شيء سيء. اللي بقى حصل؟ دخلت صاحبه سوجين وقالت لهم دي مش موجوده في بيتها من امبارح وعائلتها مش عارفين عنها اي حاجه وانا بتصل بيها ما بتردش. وقالت لهم بقى ان في العمل قالوا ان سيدك ورئيسك ده هو اللي خدها اخر واحد. فالمساعد قال لها حسنا فهمنا الامر، يمكنك العوده اولا. في زمارة رقبته قالت له استطيع الاتصال بالسوجين هوان لكن لا احد يجيب، ضد انه قد حدث شيء، دعني اكون صريحه، هل قمت باخفائها؟ سحب ايديها عنه بقوه وقال لها اسكتي بقى اذهبي لمنزلك. قالت له ايه اذهب يعني ايه؟ اريد ان اجد سوسو. في اللحظه دي ليشين قرر يمشي لكن ادى اوامره وقال اذهب الى الملهى. وبعد كده امره يفتش في كل مكان عنها. اختفت سوجين، اكيد هربانه منك يا كلب. ايه اللي حصل بقى؟ ايه لما هو كان حابسها بقول لها انا الوريث الحقيقي لعائلته، استطيع ان اعطيك كل ما تريدين، هل تكرهيني الى هذه الدرجه؟ هي قالت له اكرهك؟ نعم انا اكرهك. كملت بعنطزه هل من الرائع ان يكون لديك المال؟ انا اكره مظهرك المتغطرس اكثر من اي شيء اخر، لقد سئمت منك فلتذهب بعيدا. هو سمع الكلام ده قام بعد عنها وقال لها سوجين إذا كنت تكرهيني فهل ستختارين أخي الأكبر؟ هل يستطيع أن يرضيكي؟ إيه لا الكلمة كده مش محترمة. هي اتخضت وقالت له ماذا قلت؟ جو نفسها دايما الكلمة اللي بتجرح بتيجي من أقرب الناس ليه. مديته بالشلوت برجلها في وشه. وليشين اذهب الى قاع الجحيم يلا وانا كمان بقول لك كده. قالت له هي متعصبه لا اريد رؤيتك مره اخرى. هو قام لها وقال لها لا تريدين رؤيتي؟ حسنا انا ضيفي في متجرك الان واريدك ان تستضيفيني. هي شهقت وقالت له انت طالما انك على استعداد، هناك العديد من النساء الجميلات في انتظار المجيء وخدمتك. هو كتف ايديه بغرور وقال لها انا فقط اريدك. اتعصبت قالت له حسنا فهمت، ساذهب لاحضر بعض الشراب لك سيدي. لكن بقى الخبيثه خبص اللئيمه لقم حطت في الشراب بتاعه دواء منوم، فهو شرب من هنا وقال لها ماذا اعطيتيني اياه؟ هي عملت نفسها خايفه عليه وقالت له توقف اخشى ان تموت من الشرب. وبعد كده نيمته على السرير وبصت له بنظره اللي هي انها مجرد حبوب منومه قويه يمكنك الراحه هنا قليلا. لكن قبل ما تمشي هو مسك ايديها وقال لها لا ترحلي لا تتركيني بس يضربها كينج انت. هي اتأثرت بالكلمتين الحمضانين دول وقالت لا يزال هذا الشخص متسلطا حتى عندما يكون نائما. هو ليشين اعطني بعض الوقت انتظرني حسنا. قصدها يعني استنى لما اظبط امور اخويا وبعد كده نشوف حكايه اللاف لافا بينا. مسحت بقى دموعها من عينيها وطلبت من المساعد بتاعه يجي، لكن هو فضل مكلبش في ايديها وقال لها ما تمشيش. قالت له سيبني يا عم. وبعد كده شكت ان هو نايم اصلا لغايه ما جه المساعد وفك ايديهم عن بعض وقالت له انا اديته دواء هينام لغايه بكره. وقالت له انا هروح لعملي بقى. المساعد حب يخش في القصه يعني وقال لها على فكره الراجل ده بيحبك بجد، وقال لها ان تصرفاته المتهوره دي والمتسلطه من قوه حبه ليكي وسلوكياته دي حتى لو ما خلتكيش مرتاحه بس هي جايه من مشاعره. هي بصت بحزن كده وقالت له هناك دائما العديد من الخيارات والمهام في حياه الانسان، الحب هو جزء صغير فقط. قصدها الحياه فيها اهم من الحب. التاني قال لها صح عندك حق، وقام باصص على ليشين وقال سيدي لقد حان الوقت للتوقف
هنا. وقد قامت السيدة هو بالفعل بترتيب مرشحة للسيد. سمعت كده من هنا وقلبها وجعها من هنا، لا ارسي على حل بقى. ومشيت وقالت سوجين لقد حان الوقت لتستيقظي، لا احد يستطيع ان ينتظرك الى الابد. بس خرجت بقى لقت صاحبتها بتقول لها ان احنا محتاجينك في مكتب الاستقبال. قالت لها ليه انتوا عايزيني هناك؟ قالت لها في نقص يعني روحي يلا. قالت لهم ماشي. مشيت وراها كده وقالت حاجه غريبه يحصل ان هم عايزيني فجاه كده. المهم دخلت مكتب الاستقبال وقالت صاحبتها اللي هي وجدت المتبرع، وهي بتكلم في صاحبتها لقت هولي شين ماشي مش قادر يصلب طوله مع المساعد بتاعه، فبصت في الارض ما رضتش تبص عليه. وهو كان قاعد يقول بصوت مريض امراه بلا قلب، هذا الشاهد الشاب لا يزعجك مره اخرى، امراه عنيد. حاسه مضحك الراجل ده قوي. فضلت مبحلقه فيه شويه كده وقال لها تحدث اثناء نومه لا تقلقي. هي اتعصبت من الكلام ده وقالت حديث الحلم هو الحقيقه الافضل، اتمنى ان يتذكر سيدك الشاب ما قاله ولا يكون كلبا صغيرا. فالمساعد قال لي عايز يخبي على الكلام اللي هي بتقوله. والمهم بقى هي قررت ان هي بكره تستخدم سو اختها علشان تقابل المتبرع اللي هو اخو ليشين الاكبر. نرجع بقى للواقع. كان المساعد بيأدي لليشين شنطه سوجين وقالت لها ادي حقيبه السيده سو. بعد كده شاور للبت الحربايه صاحبتها اللي كانت بتحب ليشين وقال هذه المراه تدعى شياو، استخدمت الهاتف المحمول للسيده سو لاجراء عمليات شراء متعدده في الخارج وتم القبض عليها على الفور من قبل رجالنا. فضلت تعيط وتلقى السيد هو هذا لا يعنيني، اختفت سوجين هوان، مررت بالصدفه والتقطت حقيبتها لا علاقه لي بالامر. تاني غضب وقال لقد شاهدت اختطافها ثم ابتعدت وكأن شيئا لم يحدث. قعدت تصرخ وتقول وانا مالي، دول كانوا ملثمين، انا امرأة ضعيفة لا استطيع ان افعل شيء. فالمساعد شغل كاميرات المراقبة عند باب المحل وشافوا بقى عملية الاختطاف. 2 ساحبين البت سوجين ودخلوها عربية سوداء. هو حس بالقلق وقلبه انقبض، لكنه فضل يدقق كده في الفيديو وجات له لحظة ادراك صعبة. قام فورا رايح لخطيبته التعبانة دي. هي قالت له هولي شين اتيت لرؤيتي؟ اما هو مسك معصمها بقوة وقال لها لين اخبريني اين سوجين هوان. حاولت تبعد ايديها وقالت له سوجين مين دي؟ انا معرفهاش، انت جيت علشانها؟ لعبت دور الضحية وقالت له انت لست قاسيا وغير شاكر معي فحسب، بل انت تهينني من اجل امرأة اخرى. وجه المساعد بتاعها وقال له سيدي اترك يدها. المساعد لشين قال له احنا شفنا كاميرات المراقبة دي عربية لين. قال له بس احنا عايزين نعرف فين سوجين، هاتوها لنا واحنا هنسكت. هي بعدت ايديها وقالت له لا توجد امرأة تبحث عنها هنا، حتى لو قتلت فانا. قبل ما تكمل الكلمة لشين قبض على رقبتها وقال لها نعم لا تقولي هذا. قعدت تكحكح وقال لها فقط موتي. المساعد حب يخش، اما المساعد التاني قال له اتركها، ودخلوا بقى في عراك هما الاثنين. وفعلا كانت البنت هتموت من ايديه وقالت له لقد كنت معك لسنوات عديدة، ماذا بي؟ كيف لا استطيع المقارنة مع تلك اللعينة؟ التاني قاعد يصرخ سيب سيدتي سيب سيدتي. قام قال له على المكان اللي فيه سوجين. فقام فعلا سايبها وقال له مساعده اذهب الى هناك في الحال. قال له نعم سيدي. التانية وقعت وحطت ايدها على قلبها. يا الهي. فليشين بص لها بحقد شديد وقال لها ان فقدت سوجين هوان شعرة واحدة ساجعلك تدفعين الثمن. ايوه كده خلاها تبرق وترعد. سوجين بقى كانت مخطوفة عند المينا ومربوطة في الحبال، وقالت يا الهي اين انا؟ كانت متغطسة جوه المية. فضلت تصرخ عايزة حد يساعدها، والمية بتعلو هتخنقها خلاص، لغاية ما غطست جوه المية. قالت هل سأموت هنا حقا؟ فكرت في اخاها الصغير وصاحبتها حتى ليشو فكرت فيه. بعدها غمضت عينيها بحزن واستسلام. لكن في اللحظة دي وصلت عربية ليشين وقعد ينادي عليها بخوف سوجين اين انتي؟ بيغطس في المية بقى. فمساعده قال له لا ده خطير، استنى فريق الانقاذ. قال له ابتعد عني. اول ما لمحها في البحر عينيه فنجلت قد كده اهو، وقام داخل في الميه وحاول يساعدها، والمساعد راح وراهم. مساعده قال له دي مقيده، انا معايا سكينه هروح اسقزها. وفعلا راح وقطع الحبال. التاني مسك وشها وقال لها سوجين من فضلك. قام معروفه عمل ايه؟ خنقها. وبعد كده اتقطعت الحبال وطلعها من الميه. فبص لها بخدود محمرة سوجين هذا رائع، انت لا تزالين على قيد الحياه. هي ابتسمت له بمرض وقالت له لقد اوشكت على الموت. قام شايلها هوبا وبس راسها وقال لها انا هنا، كل شيء على ما يرام، خذي راحتك في النوم. بعد كده قال بصوت حازم لن نذهب الى المستشفى. طبعا الكلام ده وصل للام الكبيره، ففضلت تهزق المساعد ازاي يحصل ده كله، انا مش قلت لك تراقبه؟ قال لها انا اسف يا سيدي. فقالت له بيعمل ايه ابني دلوقتي؟ قال لها قصه طويله هحكيها لك بعدين، بس الخلاصه يعني ان سوجين كانت هتموت. فقالت له ما تموت ولا تغور في 60 داهيه، احنا مالنا. لا بص بقى يا حاج على بلاطه كده، السيد شاب قال ان انا هدمر لين دي نهائيا، وقال مش هخليها كمان تعيش في الصين كلها، وكان يعني جد جدا جدا. الام تعبت من ده كله، قالت يا الهي، وقفلت في وشه السكه. هو ارتاح من ده. كان قاعد بقى بيراعي حبيبه القلب ويقول لها جرحك ملتهب تحملي قليلا. هي كانت بتتألم طبعا وكده، فبصت بطرف عينيها كانت مركزه مع ملامحه القلقانه عليها والحزينه. فقالت له بالمناسبه شخص ما اصبح في حاله غير واعيه الليله الماضيه وقال لي اذا انتبه لي مره اخرى فهو كلب. فصارت النط في الميه الساقعه عشان ينقذها. هو قال لها هو
وقام فاعص خدودها الاتنين وقال لها ذكرتيني، لقد أعطيتني مخدر الليلة الماضية ولم أقم بتسوية الحساب معك بعد، لقد سئمت من العيش أليس كذلك؟ قالت له أوه، وحاولت تضحك وقال لها ما تضحكيش، وكان الاتنين في وضع رومانسيكي يعني. وهي بصت له بخدود محمرة وقالت هولي شين إنه يهتم بي حقا، لابد أنني صنعت معروفا فخما لأكافئ به، هذا السبب التقيت به. ياه أخيرا اديته كيس. هو هنا تخيل كيف هذه اول مره هي تقبلني. هي ضحكت له وقالت له لقد اعتذرت لك، هذا يكفي. قال لها انت عايزه تتخلصي مني بالسهوله دي، تقللي من شأني. وبعد كده عاطفتهم انفجرت، والمساعد كان واقف مش عارف يقول ايه ولا يعمل ايه، فلف راسه احسن له. وسط ده جات له مكالمه، فهو خض وقال سيدتي. فقال لها سيدتي ما هي اوامرك؟ قالت له اخبر السيد الشاب بالعوده الى المنزل فورا. في كافيه بقى كانت قاعده سوجين في امان الله، وسمعت بنات بتتكلم عليها بتقول تلك المرأة التي تدعى سوجين هوان تبالغ في تقدير قدراتها، كيف تجرؤ على خطف خطيبك دون مراعاة وضعك؟ سمعت من أمها كانت خائنة أيضا، كالأم والابنة كلاهما وقع. فلين طبعا اللي نشرت الشائعات دي وقالت أنا الفتاة المعانية من عائلته، من هي؟ الآن ربما تتعامل مع ملك الجحيم. هم اتخضوا قالوا ملك الجحيم؟ هي لين مفكرة إن سوجين اتكلت على الله. فطبعا صاحبتها اتخضوا منها، وبعد كده عملوا نفسها عادي عادي لا بأس، إنها فتاة تستحق الموت. والتانية تقول لها نعم نعم إنها كانت تلوث الأرض. قالت لهم بصوا أنا رايحة الحمام شوية، وراحت لين الحمام. فصاحبتها همسوا لبعضهم هل تعتقدي أنها قتلت حقا تلك الفتاة المدعوة بسوء؟ التانية اتخضت وقالت كان في حوادث زي كده قبل كده، كل واحدة ما بتعجب بليشين تختفي. كانت قتلتهم هم كمان، قتلت قتلة بقى. كانت لين واقفة قدام المراية بتدندن وبتحط الروج بتاعها، لكن ما كانتش هتظن فجأة إن سوجين هتجيبها من شعرها من ورا وتشدها وهي تصرخ. قامت سوجين مغطسة وشها في المية، والتانية قالت بك 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 لا أستطيع مساعدة. فالتانية سابت شعرها ورفعت ليه راسها وخدت نفس. سوجين كانت بصلها بحقد شديد. التانية اتخضت وقالت سوجين هوان. قامت سوجين شدلها شعرها بقوة أكبر وقالت لها كيف هو شعور الغرق؟ قربت من ودنها وقالت لها لقد كدت أن أغرق في البحر. قالت لها لحسن الحظ أنني لازلت على قيد الحياة. التانية عيطت واتخضت لها كيف تجرؤين على فعل هذا بي؟ سأقطعك إلى قطع وأتأكد من موتك موتة بائسة. سوجين ضحكت لها وقالت لها أنا شخص ميت لا أخاف من أي شيء، إنه أنت الابنة الغالية المدللة. تانية اترعبت لأن سوجين كانت بتهددها بالموت هي كمان، وقامت خبطة راسها في المراية اللي قدامها وقالت لها قبل أن تقتليني عليك أن تقلقي بشأن حياتك أولا. وسابتها تقع على الأرض براسها الورمة. ومش تسكت هنا بس، لا، قامت جرجرتها من شعرها وراها ودخلتها التويليت وقالت لها بغض النظر عن حالتك لقد وقعت في يدي ولا تزالين تتباهي. حبستها في الحمام بقى ومشيت وهي بتفكر. قبل ما اجي ارسلت رسالة الى تشاو ده اخو لشين باسم اختها عشان تقابلوا بعض، المفروض يجي. هي بصت ولقت لشاو فعلا قدامها، فرجعت دور البت الكيوت وقالت له مرحبا السيد شوان، هل ما زلت تعرفني؟ انا اخت سوجين هوان. وقالت له انا اللي طلبت منك ان انت تخرج معي. فهو بص لها وقال لها لماذا انت؟ هل هناك شيء تريدين التحدث معي به؟ قالت له بصوت ضعيف لقد وافقت على التبرع بنخاع العظام من قبل، وكان المطابق لاخي. انا اتوسل اليك، لا تغير رايك بسبب ما يقوله الاخرين. يعني ارتعشت هو قال لها لم اسمع تشوان تذكر ان لديها اختا. تاني اخفضت عينها بحزن. انا وتشنغوان اختان غير شقيقتين. وقالت له ان اخويا ده اخويا انا بس مش اخ تشنغوان، عشان كده هي ما بتحبهوش. وقالت له لو انت غيرت رايك اخويا ممكن يعيش لفتره اطول. هو بص لها بحزن وقال لها انا اسف لقد وعدت شنغوان، لانها قالت اذا انقذت هذا الصبي فلن نكمل معك، وايه انت ايه اصلا حكمك من الاعراب؟ وقام سابها وماشي وقال لها اشعر بالاسف. قالت له لا استنى، وكما تعودنا مين اللي هيظهر فجاه زي الشبح؟ نعم ليشين. وقام مسك دراعها قبل ما تمشي وهي اتخضت، وكان واقف وراها طبعا. فاخوه هنا وقف واتخض وقال ها. بعد كده نظرته اتغيرت وقال لدي شيء لافعله لذا ساغادر اولا. فهي قالت له مهلا انتظر دقيقه. كانت مخضوضه ومش عارفه تعمل ايه وهو مش راضي يسمعها. وطبعا كان ليشين برضه عايش في دور الحبيب الغيران ومسك ايديها. فقالت له اتركني لا تلمسني، لماذا ظهرت في هذا الوقت؟ فالتاني اعمى القلب والبصيره قال لها لا تريدين مني ان المسك؟ وكشر عينيه فجأة وقال لها من تريدين ان يلمسك؟ لا اوفر غباء. طبعا هنا خرجت عن كينونتها كإنسان اصلا وتحولت لذئب، وقالت له انت غير منطقي تماما، لا اريد ان اهتم بك بعد الان. هو هوهو وانت هوهو برضه. فعشان يسكتها قام بايسها، خلاص بقى زهقتونا. هي اتحرجت، هل هو مجنون اللي يفعل هذا بالعلن؟ وحاولت تزقه لكن مفيش فايده. الناس كلها بصت عليه وبالذات صحاب لين وقالت هو ليشين يفعل هذا؟ يقبل امرأة في العلن؟ فهي طبعا هنا اتحرجت جدا وقالت له رجاء ابتعد. ولما ما ابتعدش هي بعدته بقوه قالت له الجميع يراقبني، من فضلك دعني اذهب. فهو كان مبتسم زي ايه انتصرت يعني، وقام شايلها بين دراعاته
اعلان ان هي حبيبته. هي قالت له مجنون بتعمل ايه، ضعني ارضا، لكن هو كان ماشي بيها ولا همه. فقالت له لا تكن سخيفا. حطها في العربيه وقفل الباب وقال لها اذا اغضبتني مره اخرى ساتركهم يرون شيئا اكثر اثاره. يا قليل الادب. صحاب لين بقى لقوها في الحمام مرميه، قام مطلعينها ومخرجينها، وهي كانت متعوره في قورتها وقالت سو انتي. التانيه بقى كانت جنب ليشين واداها نظره بص انا فين وانتي فين. التانيه خلاص قالت ايتها اللعينه هل تتنافسين معي؟ سأرد لك إذلال اليوم 100 ضعف. فالسجين ما كانتش سهلة ورفعت لها الموبايل. ليه؟ لأنها لما كانت في الحمام يعني أخذت صور ليها كانت نظرتها بتقول لها لو قربت مني صورك دي هتتفضح في كل مكان. كده عربية ليشين اتحركت. هي كانت قاعدة بتفكر مع نفسها العربية دي عازلة للصوت. هو حط ايده على خدها وقال لها إلى ماذا تنظرين؟ هل تفكرين بي مثلي؟ والله ان انت على نيتك خالص. قالت له ماذا تقول؟ كانت محرجة وبتلعب في شعرها. فقال لها أنت رائعة. الراجل لما يحب طبعا هو بيحب على نفسه. فقرب منها فهي اتخضت وبعدت وقالت له ها ماذا تفعل توقف. هو قال لها ليه ده انا راجلك واللي هتشيلي اسمه، انت حلوة للغاية. فهي قالت له هو ليشين انت مثل الوحش. فمسك ايديها وقال لها انا لو كنت وحش لن اتحملك لتلك الفترة الطويلة. كانت العربية بيمشي وهي بيمسح على ايديها، فقعدت تقول الحقوني السيد ده بيحتقرني هنا. هو مسك ايديها وبسها وقال لن اجرؤ. طبعا اللفلفه والرومانسيات دي خلت المساعد عايز يرجع بالشباك. فهي سالته باستغراب عدت الى المنزل لماذا اتيت فجاه الى المقهى؟ فهو رد عليها متعصب قال لها ما زلت تجرؤين على السؤال؟ لا تريدين البقاء في المشفى والراحه، تريدين فقط ان تضربي الناس اليس كذلك؟ فكر مع نفسه بقى لما هو راح البيت فضل الراجل العجوز يهزق فيه، طبعا هو ابوه، ان هو ازاي يعمل كده والكلام كتير. لكن اول ما جاله اتصال ان سوجين اختفت من المستشفى ساب الدنيا وما فيها وجري وراها. كل ده بيفكر ان البنت اللي قدامه قاسية القلب دي بعد ما كل اللي مر بيه بتساله انت بتعمل ايه هنا بدل ما تاخده بالحضن مثلا. هو بص لها بحده وقال لها اذا ماذا يحدث بينك وبين اخي؟ اريد ان اسمع تفسيرك. فهي قالت له ليشين هذا امر يخصني، لا اريد ان ازعج الاخرين بشؤوني الخاصه، ولكن اعدك انه لا يوجد اي شيء قذر بيني وبين اخي. قربها منه وقال لها سوجين قلت عملك هو عملي، احتياجاتك هي احتياجاتي، لا ينبغي ان تخافي من ازعاجي. هي اتحرجت وقالت له ابعد بقى. قالت له لم انسى ما قلته لي في البدايه، لم اوافق على ان اكون حبيبتك السريه. هو بص لها بعيون كده بريئه وقال لها ايتها المراه السيئه ما زلت تفكرين في هذا الامر؟ لقد مر فتره طويله. حب يقول لها يعني اللي انا ساعتها كان عقل صغير، فقال لها العقل اصغر من ثقب الدبوس. فقالت له انت وحش. وبس وقفت العربيه قدام المستشفى وهو شالها زي العروسه. فهي قالت له هو قال لها بس بقى يا ست انتي توقفي عن الركض دون الاهتمام بصحتك. في اللحظه دي كانت في ست بتمشي قامت خبطت في المساعد. فقالت له ايه ده انت هنا؟ فقال لها يا لها من مصادفه انا لا اعرفك. فقالت له ازاي انا اللي مثلت ان الست الحامل لما كنت عايزه افسد العلاقه بين السجين والراجل التاني في الموعد المدبر. كل ده سمعته مين؟ سوجين. قالت له ها انتظر. وقفت على رجليها قالت لها انت المرأة الحامل التي شوهتني بسرقة زوجك. وبعد كده شاورت على ليشين بغضب وقالت له لا عجب انني فشلت في كل المواعيد الغرامية العمياء، كل هذا بفضلك، لولا ما تتدخل لكنت حصلت على الشهادة. هو رفع لها حاجبه وقال لها غاضبة. نكمل وقال لها الرجال الذين توعدينهم كلهم اوغاد، انا افعل هذا لانقاذك من حفرة النار. قالت له ايه انت عايزني اشكرك ولا حاجة؟ لا هو ده بالظبط اللي عايزك تعمليه. كم بدل ما تشكره قعدت تقول له انت رجل متسلط واخد وبلا بلا 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 كتير. هو مسك ايديها وقال لها لا اهتم، انت ملكي، تريدين ان اجلس هناك واشاهدك تذهبي في موعد غرامي اعمى مع شاب مشبوه؟ انت تحلمي. الكلام ده يعني خلى مشاعرها ترهب. بعد كده بصت للبنت اللي مثلت ان هي الست الحامل وقالت لها عايزه اعقابك، كانت ترفع ايديها تضربها بالقلم، لكن هي قرصت خدها وقالت لها يعني لو ما عملتيش التمثيليه دي كنت اتجوزت الراجل اللي هناك ده. فجه ليشين وحاول خسرها وقال لها السجين هل لا زلتي تفكري في الحصول على شهاده زواج؟ لما ما ردتش قال لها خلاص روحي ارتاحي. لكن مكالمه جات لها وهي قالت الو، طلعت الممرضه بتقول لها اخوك بين الحياه والموت، تعالي شوفيه في المستشفى دلوقتي حالا. وبس وبكده يكون انتهى تلخيص الجزء ده. يا ترى اخوها هيحصل له ايه؟ وهل ليشين هيعرض عليها الجواز عشان يهرب من عيلته ولا هيحصل ايه؟ وهيعرف حقيقة ان هي بتعمل الكلام ده كله علشان اخوها؟ تعرفوا كل ده في الحلقات الجاية، بس هي هتتأخر شوية لاني لخصت كل الفصول اللي نزلت. اول ما تنزل فصول جديدة هلخصها، فما تنسوش اللايك والشير والاشتراك دعما للفيديو، واشوفكم المرة الجاية في حفظ الله.